السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الكورس المنتظر، الكورس اللي لينا فترة كبيرة مستنيين نعمله، وليه فترة كبيرة بيطبخ علشان يطلع لكم حاجة نظيفة وحاجة محترمة تليق بحضراتكم. الكورس اللي معظمكم بيسأل عنه في التعليقات، ألا وهو كورس الدفاع الصقلي. أقوى وأفضل دفاع بيلعبه أبطال العالم من أول ماجنس كارلسن حاليا لحد أيام زمان بوبي فيشر وسباسكي وغيرهم، هو الدفاع الصقلي. فيلا بينا نبتدي بسم الله. ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ أرجوك طلب واحد، كمل الفيديو للآخر. معلش كمل الفيديو للآخر. حسب إحصائيات اليوتيوب يا جماعة، تقريبا 5 إلى 10% بس من المتفرجين على الفيديوهات عندي بيشوفوا الفيديو للآخر، الباقي كلهم بيشوفوا أول 5 دقايق ويخلعوا، بيشوفوا أول 10 دقايق ويخلعوا. فممكن بعد إذن حضرتك تشوف الفيديو للآخر، أستأذنك يعني لو دخلت الفيديو كمله للآخر أرجوك، علشان عدة أسباب. أول حاجة عشان تفهم إحنا هنمشي إزاي، تاني حاجة عشان تفهم الفكرة كاملة بتاعة الدفاع الصقلي، ما تروحش تلعبه مثلًا وتقول أنا عملت بلندر والدفاع ده وِحِش وبتاع. تالت حاجة علشان الفيديو فعلًا يستحق إنك تشوفه للآخر، فأرجوك تكمل الفيديو للآخر، تمام؟ طيب، ده كورس جديد وأنتم عارفينّي يا جماعة أو اعتدتوا عليّا، الناس اللي أول مرّة تشوفني أنا إنسان رغاي من الآخر، تمام؟ والرغي بتاعي الحمد لله في محله، مفيد، مش رغي يعني بهدف إن أنا أطوّل الفيديو وخلاص، لأ، كل كلمة باقولها هي بتكون ليها هدف معيّن، بيكون ليها فايدة معيّنة من وراها، تمام؟ فأرجوك استحملني شوية عشان تاخد أقصى قيمة أو أقصى استفادة، معلش، تمام؟ طيب، الدفاع الصقلي، ليه الدفاع الصقلي؟ لأنه باختيار معظم أبطال العالم، معظم الجراند ماسترز، هو أفضل دفاع أو أفضل رد على بِدَء مَلِك اللي هو E4. طيب كويس، اشمعنى الدفاع الصقلي تحديدًا وإيه التفريع اللي أنت اخترته والكورس ده هيمشي إزاي؟ تعالوا نجاوب على حضراتكم على الكورس ده هيمشي إزاي أولًا. الناس اللي أول مرّة تشوفنا يا جماعة، إحنا ده تاني كورس افتتاحيات نعمله عندنا في القناة. عملنا سابقًا افتتاح الجوبافا لندن والحمد لله كان ناجح جدًا، جدًا. تمام؟ طيب، الحاجة التانية، أنا لمّا باعمل كورس افتتاح، أنا عُمر ما كان هدفي إن أنا أعمل لك مثلًا حاجة بيقولوا عليها يا جماعة في اليوتيوب مثلًا أو في السوشيال ميديا click bait اللي هو طُعم بالبلدي. يعني عمري مثلًا ما هاعمل لك فيديو تعالَ أقول لك إزاي تدمّر الدفاع الصقلي في 5 نقلات، وأروح أدّيك تفريع مش هتلاقيه غير مرّة واحدة في حياتك وممكن ما تلاقيهوش أصلًا، عشان يطلع الفخ ده. تيجي تلعب في الواقع، تيجي تلعب في الحقيقة مع ناس جامدة، إيه ده أنا ما أعرفش أعمل إيه. فأولًا أرجوك لا تتوقع إن ممكن يطلع من الدفاع الصقلي أو ممكن يطلع من التفريعات اللي هادّيها لك مثلًا فخ تعمله في النقلة الرابعة، فخ تعمله في النقلة الخامسة، ليه؟ لأن الكورس بتاعي موجه لكافة المستويات وتحديدًا المستويات المتقدمة. يعني لو أنت حتى أنتم عارفين يا جماعة والله العظيم ما باهزر، في ناس ملقبة CM وFMات قالوا لي إن إحنا تابعنا كورس الجوبافا لندن بتاعك واستفدنا جدًا. أنتم عارفين يعني إيه CM وFM؟ يعني 2200 و2300 ليه؟ لأن الكورسات اللي أنا باعملها خصوصًا الافتتاحيات ما بيكونش هدفها إن أنا مثلًا أدّيك نقلة كده اللي هو إيه تعالَ أدّيك لأ، أنا زي ما حضراتكم شايفين في كده زي mind map أو خريطة هنمشي عليها بتاعة الكورس فوق، زي ما حضراتكم شايفين الخريطة دي مقسّمة لتفريعات كتير، فأنا بادّيك حاجة يا جماعة بيقولوا عليها في الشطرنج opening repertoire. يعني إيه repertoire؟ يعني إزاي تتعامل في كل موقف، إزاي تتعامل ضد أي حد، إزاي تتعامل لو أنت هتلاعب جراند ماستر أو هتلاعب القطة بتاعتك، حرفيًا. تمام؟ وبالتالي لا تتوقع إن أنا هادّيك لاينات بيقولوا عليها يا جماعة gimmicky lines أو لاينات تبان اللي هي جامدة، لكن هي لو الخصم عرف يرُد عليها أنت بتخسر، فاهمين قصدي؟ وبالتالي لا تتوقع أرجوك إن هتلاقي مثلًا إيه، تعالَ أعمل لك فخ بقى هتكسب لأ، أنا مش بتاع الكلام ده، مش بتاع تعالَ أورّيك فخ في الدفاع الصقلي. أنا اللي هادّيه لك هو افتتاح أو دفاع solid، دفاع قوي، هنتعلّم منّه positions كويسة، هنتعلّم منّه tactics، هنتعلّم منّه أفكار هجومية بحيث تطلع في الmiddle game مرتاح. اسأل أي لعيب شطرنج قوي، اسأل أي grand master، اسأل أي لاعب جامد، تمام، قُل له إيه الهدف من الافتتاح؟ هيقول لك إنك تدخل middle game مرتاح وعارف الخطة بتاعتك، مش إنك تدخل middle game وأنت تعمل له فخ، تمام، وبالتالي يا جماعة أنا ضد فكرة الأفخاخ، أرجوكم عشان ساعدوني عشان أقدر أساعدكم، ما حدش ينتظر إن أنا هادّيك مثلًا افتتاح هتكسب منه الوزير من أول نقلة، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده هبل، ما بيأكّلش عيش، أنا بادّيك حاجة محترمة، دي النقطة الأولى. النقطة التانية،
الدفاع الصقلي في منه تفريعات كتير جدا جدا. اسأل أي لاعب جامد قول له إيه أكتر افتتاح أو إيه أكتر دفاع مليان سيريز نظريات، هيقولك الدفاع الصقلي. لأن الدفاع الصقلي منه تقريبا يا جماعة تفريعات لا تحصى ولا تعد. يعني في منه حاجة اسمها تفريع النايدورف، في منه حاجة اسمها تفريع التايمانوف، في منه حاجة اسمها تفريع السيفيشنكوف، في منه تفريع حاجة اسمها الدراجون سيسيليان، في الهايبر اكسلريتد دراجون سيسيليان، في مش عارف اليوغوسلاف اتاك، في الجراند بري اتاك. في انا ممكن اقعد اقول لك اسماء كتير جدا جدا، دي كلها مكتوب في كل اسم من اللي انا قلته، اقسم بالله يا جماعه مكتوب فيها كتب. اقسم بالله وربنا حاسين على الحلفان ده، كل كلمه من الكلمه اللي قلتها دول او كل تفريع كتب فيهم كتب. طيب حلو، فدي النقطه الثانيه. فانت لا تتوقع ان الافتتاح ده سهل. طيب انت امال يا اسلام ايه يعني، مش هنعرف نحفظه ولا ايه؟ هنحل ازاي المشكله دي؟ حلو، انا جبت لك الحل. اخترت لك اكتر تفريع بالنسبه لي بيوازن بين كذا جانب. ركز معايا. ازاي التفريع اللي اخترته النهارده اللي هنشرحه ان شاء الله في الكورس بتاع الصقلي بتاعنا بيوازن بين عده جوانب. الجانب الاول ان التفريع ده محقق مكاسب كويسه جدا جدا على الداتابيز، وده معيار مهم في اختيار الافتتاح. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك فتحت موقع مثلا زي ليتشيس او تشيس بيز او اي حاجه عليها ميجا داتابيز، هتلاقي ان تفريعات اللي انا مختارها أو التفريعات، بص كده يا جماعه، النقله الاولى مثلا 50% مكسب اسود، 48% مكسب اسود، 50% مكسب اسود، 53% مكسب اسود. توتال الافتتاح ده او التشكيله اللي انا جايبها لك بيكون فيها مكاسب اكتر شويه للاسود من الابيض. ده ان دل على شيء يدل ان الابيض لو ما كانش عارف يرد ازاي، ما كانش دارس كويس، هيتعب شويه علشان ياخد بوزيشن كويس، فغالبا هيبدا يبلندر. وطالما انت دارس، وده اللي احنا هنعمله ان شاء الله في الكورس بتاعنا، هتعرف ازاي تستغل هذه البلندرات وتعرف ازاي تكسب، عشان هيكون معاك وضع مريح، بوزيشن مريح. فاهمين يا جماعه قصدي؟ فده تاني معيار. تالت معيار ان الافتتاح ده او التفريع ده بيلعبوا الكثير من الجراند ماسترز، زي مثلا مين؟ لو انا جيت وريت حضرتك كده الداتا بيز بتاعت برنامج تشيس بيز، هتلاقي ان التفريع ده مين بيلعبه؟ ماجنس كارلسن، كاسباروف، كاروانا، ماكسيم فاشير لاجراف، نيبومنشي، رابورت جوبافا. يعني ايه ده؟ ده الناس كلها ابطال. ايوه بالظبط، فيروزا، بيير دومينجز، هيكارو ناكامورا هو بالاسود، تمام، جوكيش بطل العالم بالاسود، تمام. يعني حرفيا يا جماعه، يعني افتتاح بيلعبوا كل ابطال العالم وفي ادوار كلاسيك، فده ان دل على شيء يدل الى ان هو دفاع كويس. فده ثالث معيار. رابع معيار، وده اهم نقطه، يعني سيبك من اللي فات ده كله ممكن ما يكونش مهم، ان التشكيله او الحاجات اللي هوريها لك النهارده ان شاء الله، او التفريع ده عموما يعني اللي هتشوفه على مدار الكورس، لو انت نسيت نقله فاللعب سهل. ودي نقطه مهمه جدا. يعني ايه اللعب سهل؟ يعني انت مش لازم تقعد تحفظ لحد النقله ال 15 او ال 16 او ال 20 علشان لا، انت غالبا هيطلع لك بوزيشن سهل. ده اللي هيعاني هو الابيض، مش انت. انت لعبك منطقي. يعني ايه منطقي؟ يعني لو طورت الحصان كويس، طلعت الفيل وبيت كويس، انت معاك بوزيشن كويس. انتوا فاهمين قصدي؟ فاللعب في هذا التفريع سهل، مش متعب. فاهمين قصدي؟ انا اسف جدا جدا لو المقدمه طويله، بس معلش اعذرني عشان الناس هتروح تقول كل 10 دقائق مقدمه. معلش خدني على قد عقلي، معلش انا اسف، بس لازم اقول الكلام ده ولازم تسمع الكلام ده كويس عشان يكون تهيئه لما هو قادم. اوعدك ان شاء الله في الفيديوهات القادمه بتاعت الكورس هدخل في الموضوع على طول، بس عشان ده اول فيديو. تمام؟ الفيديو اصلا يا جماعه عنوانه مقدمه، فهو انا تمام، انت ما تنتظرش حاجه يعني. تمام؟ طيب ايه كمان هنتكلم عنه ان شاء الله؟ اللي عاوز اقوله لك اني مش لازم، يعني انا مثلا بحب العب ضد بدأ الاي 4. انا كنت وما زلت بلعب النايت على الاف 6 اللي اسمه الاليخين ديفense. فانا مش لازم اكون بلعب الصقلي او هلعب الصقلي يعني لو انا هدرس الدفاع. يعني لو انت بتلعب على اي 4 اي 5، تمام، اتفرج على الكورس عادي. ليه؟ لان انت هتستفاد حاجه اهم بكتير جدا جدا، وده بالنسبه لي المكسب الحقيقي من الكورس. ايه اللي هتستفاده فعلا؟ افهموا يا جماعه النقطه دي. انت هتستفاد حاجه اسمها يا جماعه بوزيشنال ايدياز، او هتستفاد افكار موقفيه. يعني ايه؟ احنا في الحقيقه مش هنتعلم الافتتاح، لان انت لو عايز تتعلم الافتتاح ادخل على الانجن، ادخل على الداتابيز، ادخل اعمل انت يعني اعمل الافتتاح كده واحفظ اللاينات بتاعت الانجن، شكرا انت كده حفظت الافتتاح. لكن مش ده الهدف او ده الغرض بتاعنا. امال ايه الهدف؟ ان احنا نتعلم حاجه يا جماعه اللي هي الافكار الموقفيه، ازاي نتعامل معاها. يعني احنا هنتعامل او هنتعلم افكار شطرنجيه من المواقف اللي طالعه من الصقلي. طب هل الافكار دي ممكن تلاقيها في افتتاحات تانية؟ طبعا.
يبقى الفايده اللي انت هتطلع بيها من الكورس مش الافتتاح، انت فاهم قصدي؟ انت هتطلع بافكار موقفيه، بافكار تكتيكيه، بخطط هجوميه قويه جدا. يعني الفايده الفعليه في الكورس مش في الصقلي خالص، ده الفايده في انك تفهم ازاي تتعامل مع الاشكال دي، ازاي اتعامل مع نقط الضعف دي. فانت هتطلع بفايده اكبر بكتير جدا من الافتتاح الصقلي. علشان كده يا جماعه انا من فتره لاخرى انا بلعب مثلا بالابيض جوبافا لندن، بروح ادرس مثلا الايفانس جامبت، بروح ادرس مثلا الاي 4 اي 5 عادي. ليه؟ لان في افكار انا عارف الافكار دي هلاقيها في مواقف تانية، في انماط هلاقيها في مواقف تانية، فهو في فايده اكبر بكتير جدا من كونك تحفظ الافتتاح. انا عايز اوصلك النقطه دي، ان انت انا مش جاي اديك مثلا فيديو علشان تحفظ مثلا لحد النقله ال10 ولا النقله ال12 احفظه لك، لا لا خالص. لو انت ما حفظتش هتاخد بوزيشن كويس، لكن انا جاي اعلمك افكار موقفيه تتعامل معاها ازاي. طلع من الافتتاح الصقلي، فاهمين قصدي؟ تمام. اخر نقطه، تمام، ومحدش يلومني يا جماعه على المقدمه، هو اصلا فيديو اسمه مقدمه، فحتى لو ما عرضتلكش حاجه عادي خالص. تمام. اخر نقطه هقولها، ان ارجوكم زي ما انا هقدم لك حاجه محترمه، لاينات من جراند ماسترز، لاينات متراجعه من على الانجن، حاجه مبذول فيها مجهود كبير جدا جدا جدا. فارجوكم مقابل ده اتمنى القى الدعم الكافي، سواء من المشاهدات او اللايكات او التعليقات. مش على الفيديو ده، لان غالبا اول فيديو من اي كورس بيجيب فعلا مشاهدات كويسه وبيجيب دعم كويس، لا، على باقي السلسله. ليه؟ لان يا جماعه معظم ان ما كانش كل السلاسل اللي عندي اول فيديو بيكون فيه قمه المشاهدات، تاني فيديو بيقل شويه، تالت فيديو الناس نسيت خلاص، يعني قله قليله اللي بتتفرج. فزي ما انا هديك حاجه مبذول فيها الكثير والكثير والكثير من المجهود، حاجه فعلا محترمه بتباع بمئات الدولارات، اقسم اكتب بس السيسيليان ديفنس كورس على جوجل، تمام، وشوف سعره، جرب، تمام، بتباع بمئات الدولارات بره وانتوا عارفين ده كويس. انا هديها لك مجانا وافضل بكتير جدا من اللي انت هتشوفها بره، تمام. فارجوك مقابل ده اظن انه من حقي ان انا القى في كامل فيديوهات الكورس القادمه ان شاء الله دعم كافي من مشاهدات او لايكات او غيره، تمام. واظن انه من حقي عشان ما حدش يعني ايه يلومني بعدها، ان انا لو لقيت مثلا في الفيديو الرابع مثلا او في الفيديو الخامس المشاهدات قلت مثلا او الدعم قل على الفيديو، فما حدش يزعل لو احبطت ووقفت الكورس. اظن ده حقي، صح كده؟ زي ما انا هقدم لك يعني حاجات كتير جدا كويسه ومجهود كبير، فاظن حقي ان انا القى اقبال يستحق هذا المجهود، تمام. مش زي مثلا كورس الحسابات يا جماعه، اللي هو اول فيديو مثلا جاب 20,000، الفيديو الخامس اللي لسه منزلينه من اسبوعين جاب 2000 مشاهده بالعافيه، فدي حاجه محبطه تخليني مش هكمل الكورس، صح كده؟ زي مثلا كورس ماسترنج تشيس استراتيجي، كورس نقار الخشب بتاع التكتكس، نفس القصه، معظم الكورسات بهذه الوتيره. فانا لو لقيت ان السيسيليان ديفنس اللي هو كلكم طالبينه، فاظن مش هلقى كده ان شاء الله ماشي بنفس هذا النمط، فما تزعلوش مني لو فجاه لقيتوني وقفت، محدش يقول لي فين كمالة الكورس، تمام. عشان ايه؟ نكون على نور من البدايه، عشان ما حدش يزعل يا جماعه مني، تمام. فزي ما انتوا لكم حقوق انا ليا حق ان انا القى المجهود بتاعي مقدر، ما اظنش ان دي حاجه صعبه يعني، بس تمام. طيب هنمشي في الكورس ازاي ان شاء الله؟ باذن الله انا عامل لكم يا جماعه حاجه زي مايند ماب كده او خريطه، هتلاقوها فوق كده في الصوره يا جماعه، هنمشي عليها زي ما حضراتكم شايفين. اسم الكورس الكلاشينكوف سيسيليان، تمام. هو ليه سمي بالكلاشينكوف؟ الكلاشينكوف يا جماعه ده عباره عن اللي هو مسدس او نوع من انواع الاسلحه، يعني اسمه الكلاشينكوف، تمام. فهو سمي كده لان الدفاع ده يعني دفاع او زي مفاجاه، دفاع تكتيكال من اسمه كلاشينكوف، هتطخ الابيض يعني، تمام. وهو اصلا اتسمى تيمنا بتفريع شبيه ليه، اسم التفريع الشبيه ليه اسمه سيفيشنكوف، تمام. حتى هتلاقيني وانا بشرح لك هقول لك ده اسمه سيفيشنكوف ستراكشر او هيكل سيفيشنكوف، تمام. طيب احنا هندرس ايه بالظبط في التفريع ده؟ في الكلاشينكوف سيسيليان اول حاجه المقدمه، وده الفيديو بتاع النهارده، تمام يا جماعه الخير. يبقى ده المقدمه اللي هو فيديو النهارده، هديك فكره عامه عن الافتتاح. الفيديو ده هيديك فكره عن كل اللاينات لكن مش هنتعمق فيها، يعني هديك فكره عامه عن اللاين ده، فكره عامه عن اللاين ده. مطلوب منك ايه في الفيديو ده؟ ولا مطلوب منك اي حاجه، تقعد تستمتع وخلاص، بس ده يعتبر تهيئه ذهنيه لما هو قادم، تمام. فهمتوا قصدي؟ فانت مش مطلوب منك تحفظ، مش مطلوب، انت عايز تلعبه ممكن تسمع الفيديو مرتين ثلاثه وتروح تلعب الصقلي، هتعرف تلعب وتعرف تدوس، تمام، لو انت سمعت الفيديو ده. لكن عشان نتعمق في كل لاين فده محتاج فيديو لوحده. يعني الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد لاين النقله الخامسه نايت على البي 3، النقله الخامسه اللي بعده نايت على الاف 3، نايت تكس سي 6،
وبعد كده في نايت اف 5 زي ما حضراتكم شايفين، نايت اي 5، وبعدين في الاخر خالص هتلاقوا فيه يا جماعه مين؟ هتلاقوا فيه نايت بي 5 ومتفرع منها نايت 1 على السي 3، سي 4، واخدين بال حضراتكم؟ وده متفرع منها كذا وكذا. وفي الاخر خالص بعد ما نخلص الادوار دي كلها جايب لك ادوار لماجنس كارلسن، ادوار لبوبي فيشر، ادوار لهيكارو، بيلعبوا الكلام ده، وبقول لك ازاي اتعاملوا وازاي كسبوا. وبعد ما نخلص خالص هعمل لك فيديو للتفريعات الجانبيه. يعني افرض انت لعبت الصقلي، راح الخصم لعب لك حاجه اسمها سميث مورا جامبت مثلا، يعني تتعامل ازاي؟ هعمل لك فيديو ازاي ترد على الالابين سيسيليان، تمام؟ وايه افضل تفريع ترد عليه. وبالتالي دي هتكون فيديوهات في الاخر خالص بعد ما نخلص الكورس. ولكن التفريعات الاساسيه دي اللي انا حاططها لحضراتكم في مين؟ في هذه المايند ماب. طيب تعالوا ندخل على اول حاجه على مين؟ على الفيديو بتاع النهارده، الا وهو المقدمه. تمام يا جماعه الخير؟ يلا بينا نبتدي بسم الله. المقدمه، هو ايه الكلاشينكوف سيسيليان او ايه فكره السيسيليان الاول؟ الخصم بيبدا بدأ ملك اي 4، الدفاع الصقلي بيبتدي بسي 5. طب ايه الفلسفه او ايه الفكره ورا نقله السي 5؟ هو اصلا الفكره او الهدف من الافتتاح هو التحكم في مربعات السنتر او التحكم في المنتصف. وبالتالي الناس خلاص كانوا عارفين الاي 4 اي 5 انت كده بتعمل حاجه سيمتريكال. لكن الدفاع الصقلي هو بيتحكم في مربع الدي 4 الا وهو مربع في المنتصف. كمان بيمنع الخصم انه يدفع الدي 4. على سبيل المثال لو انت لعبت مثلا الجي 6 او لعبت الاي 6 او لعبت اي نقله على الصف السادس كده، فانت بتسمح للخصم ياخد سنتر قوي جدا بالدي 4. وبالتالي اول ميزه من الافتتاح الصقلي او الدفاع الصقلي هو انك بتمنع الخصم انه يلعب دي 4. طب لو لعب دي 4 على اي حال، ده اسمه سميث مورا جامبت، هنبقى نعمل له فيديو في الاخر لان هو يعتبر بيضحي ببيدق كده، تمام؟ فالمهم، فدي فكره الدفاع الصقلي، انك بتحارب على السنتر، ولكن الميزه الافضل هو انك بتعمل نوع من انعدام التوازن، الامبالانس. حد يقول لي يعني ايه انعدام التوازن؟ هقول لك ايه ده، انت ما شفتش كورس هاو تو اسيس يور تشيس؟ لا ده انت فايتك نص عمرك بقى، ماليش دعوه، تمام؟ طيب فسي 5، سي 5 بتحارب على المنتصف، فانت بتمنع الدي 4 وهي ناله كويسه. زي ما قلت لحضراتكم في لاينات كتير جدا بتتلعب هنا، ولكن المين لاين الاساسي اللي بنسبه 98% هتلاقيه في الادوار بتاعتك لما تلعب الصقلي هو الصقلي العادي المعروف. ايه الصقلي المعروف؟ ان الخصم يطلع بالحصان هنا، دي اكتر نقله معروفه، سيسيليان ديفنس عادي. طيب نكمل ازاي هنا؟ في نقلات كتير جدا، في جي 6، في دي 6، في اي 6، في اي 6، في نقلات كتير جدا هنا. لكن النقله اللي هي بتبدا السيت اب بتاعنا هي نقله نايت على السي 3. نايت على السي 3 دي النقله الزمنيه، بيقولوا عليها اولد سيسيليان. زمان شويه كان بيتلعب الاولد سيسيليان ده، تمام؟ ايه فكره النايت على السي 3؟ ان انت زي ما طلعت بالحصان، لان هو طلع بالحصان بيدعم مربع الدي 4، فهو عاوز يضرب الوسط بالدي 4، صح كده؟ فانا قلت لك لا، كمان انا طلعت بالحصان منعك انك تضرب الوسط بالدي 4. وبالتالي اول نقلتين من الدفاع الصقلي هو مجرد هجوم او مجرد هيمنه على المنتصف. مين عاوز يهيمن على المنتصف؟ انت طلعت بالبيدق، انا طلعت بالبيدق منعك تلعب دي 4. طب انت طلعت بالحصان عاوز تلعب دي 4، وانا طلعت بالحصان منعك تلعب دي 4. بس ثواني، هو مش ممكن يلعب دي 4 بالفعل، ودي اكتر نقله ملعوبه، ده المين لاين التفريع الاساسي. طب ثواني، هو مش ممكن اكل؟ بالظبط، لو انا اكلت بدأ في بدأ ودي فعلا بيست موف، فانا دلوقتي بحارب على المنتصف. هو دلوقتي بياكل بمين؟ بالحصان. ممتاز، ممتاز. ايه اللي احنا عملناه ده؟ اللي احنا عملناه ان احنا فتحنا المنتصف. ركز معايا كده، اللي احنا عملناه في الشكل ده يا جماعه ان احنا فتحنا المنتصف. ازاي؟ هو ضرب دي 4، انا اكلت بدأ في بدأ، اكل بالحصان، فده بيسمى الصقلي المفتوح، تمام؟ ممكن الخصم يقرر ما يفتحش المنتصف. ازاي؟ ان هو ما يطلعش اصلا بالحصان ده، ما يحاربش اصلا على المنتصف، ويطلع بالحصان ده هنا. ايه ده؟ ده مش بيحارب على مربع المنتصف الدي 4. فده بقى اسمه الصقلي المغلق، وده هنبقى نعمل له فيديو مخصوص ان شاء الله بس في الاخر مش دلوقتي، تمام؟ نرجع تاني للتفريع بتاعنا. نايت على الاف 3، نايت على السي 6، انا كمان بحارب على مربع الدي 4. ضرب الوسط، اكلت، اكل. تلعب ايه هنا بقى؟ هنا بدايه اللاين، يعني ده يا جماعه بدايه التفريع اللي احنا اخترناه. في تفريعات كتير جدا، في تفريع الاي 6، في تفريع الجي 6، في تفريع الاي 6، ولكن هو مش الحرب كلها على المنتصف. النقله اللي هنلعبها يا جماعه هي نقله قويه جدا ونقله جميله جدا، الا وهي نقله الاي 5، وهذا ما يسمى بالكلاشينكوف سيسيليان، او ده يا جماعه تفريع الكلاشينكوف. يعني الكلاشينكوف بيبتدي من اول النقله رقم 4 اللي هي اي 5. فهمنا يا جماعه ايه هو الكلاشينكوف؟ طيب ثواني، الكلاشينكوف ده ايه فكرته؟ فكرته بسيطه جدا، بشارك في الوسط زي ما انت مشارك في الوسط، انت مش احسن مني في حاجه. في نفس الوقت انا جاي بتمبو على الحصان،
يعني جاي دلوقتي طالب الحصان، فمن اول نقله انا حطيت بريشر على الخصم. انتوا شايفين يا جماعه ازاي الابيض بيتحط في ورطه منذ البدايه؟ طيب تمام. يبقى دلوقتي انت بتسال الحصان سؤال، الحصان ده عنده عده اماكن، ممكن يروح نايت على البي 5 صح كده، ممكن يرجع لورا نايت على البي 3، وده لو حضراتكم شايفين التفريعات اللي احنا هنشرحها يعني كل نقله بفيديو. تمام، نايت على البي 5 ممكن يرجع لورا نايت على البي 3، ودي اللي هنشرحها الفيديو الجاي. ممكن يرجع مكانه نايت على الاف 3، ممكن يروح على مربع غريب زي نايت على الاي 2 صح كده، وممكن يكسر حصان في حصان، وممكن يجي على مربع الاف 5 يرخم عليا يقول انا قاعد في قلبك. الله، يبقى كده عندنا كام احتمال؟ تقريبا كل تحركات الحصان ممكنه، ياكل حصان في حصان، يجي على البي 5، يجي على البي 3، يجي على الاي 2، يجي على الاف 3، يجي على الاف 5. كل نقله منهم بفيديو. ايه رايك نمسك كل نقله؟ طب النهارده هناخد ايه؟ لا النهارده هعرفك بسرعه قشور كل نقله، هعدي بسرعه على كل نقله اوريها لك. ما هو ده يا جماعه فيديو مقدمه، انا بس بوريك ايه فكره اللاين الاساسيه. تمام، لكن كل نقله بقى الفيديو الجاي كله عن نايت عن بي 3 بس. نمسك اللاين ده لحد ما نوصل للميدل جيم، منتصف الدور، وايه الافكار بتاعته، وانا اسيبك بقى لوحدك، انا مش هوصلك لحد الاند جيم يعني. تمام. طيب نيجي لاول نقله. ايه اكتر نقله بتتلعب على الداتابيز على موقع تشيس دوت كوم؟ اكتر نقله ملعوبه من قبل اللعيبه اللي بالابيض ان هم بيرجعوا بالحصان بتاعهم هنا. يا نهار ابيض، ايه ده؟ خامس نقله اللي هي نايت على البي 3، ودي هندرسها الفيديو الجاي، مش حلوه. ليه؟ لان ببساطه شديده من غير اي تعقيدات النايت ده بيقولوا عليه في الشطرنج ميس بليسد. يعني ايه ميس بليسد؟ يعني محطوط في مكان وحش. بيعمل ايه هناك الحصان؟ تمام، بيعمل ايه يا جدعان الحصان هناك؟ تمام، وبالتالي النقله دي يعني مش نقله احسن حاجه، لانها محطوطه في مكان مش احسن حاجه. الحصان ده يعتبر ميس بليسد، مش مكانه مش كويس، لان دايما يا جماعه الاحصنه مكانها على الاف وعلى السي، على الاعمده دي، لكن الحصان على الجي او على البي مش حلو، فبيقولوا عليه ميس بليسد. تمام، تعال نعدي بسرعه كده على النقله دي نشوف ازاي نكمل. تكمل ازاي؟ بص كده، انا قلت لك حاجه، ان الافتتاح ده مش محتاج حفظ كتير. ليه؟ لان في اي وقت تتزنق الموضوع سهل. يعني ايه؟ كمل انتشار يا عم، نايت على الاف 6. الله، الموضوع بسيط اهو، نايت على الاف 6، يطلع بيشوب على الجي 5 ويربطني. ايه المشكله؟ سهله جدا. اطلع بيشوب على الاي 7، فكيت الرابطه، اللعب سهل قوي. النقله الجايه هبيت، هلعب دي 6 افتح للفيل، خلص سهل الكلاشينكوف اهو. امال ايه يا عم اسلام معقدنا وعامل مايند ماب؟ ما انا بقول لك، انا هديك دلوقتي افكار بوزيشنال من الميدل جيم، لكن بقول لك هو الكلاشينكوف حلو لانه بيديك بوزيشنز مريحه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ ماشي، بيشوب على الاي 7، تعالى كده بيشوب على الجي 5، دي فكره. ممكن يلعب ايه غير بيشوب على الجي 5؟ وهنشوف برضو كمان نايت على السي 3 لو طلع بالحصان بتاعه هنا. يبقى ممكن بعد ما انت تطلع بحصانك يطلع نايت على السي 3 ويطلع بيشوب على الجي 5. معلش انتوا اعتدتوا مني ان كل شويه في كورسات الافتتاح انا بعيد وازيد، صح كده؟ ليه؟ علشان وسط الفهم احفظك. انا لازم تطلع حافظ وفاهم، انا مش هسيبك غير لما تتقن الافتتاح. نرجع تاني، هو ايه الدفاع الصقلي؟ بيدق ملك سي 5، ليه؟ بحارب على المنتصف. هو كمان عاوز يلعب الدي 4، لا ممنوع تلعبها. طب لو لعبها حلوه، هكسر واكسر وكده فتحنا المنتصف، بقى اسمه اوبن سيسيليان. طيب ازاي انا احط ضغط؟ ايه اكتر نقله بتحط بريشر؟ سهله، اي 5، باخد انا كمان مساحه في المنتصف زيك، ودلوقتي جاي طالب الحصان. واكتر نقله الناس بتلعبها هنا بالابيض هي نايت على البي 3، ودي مش احسن نقله. ليه؟ موقفي حلو، الحصان ميس بليسد، نايت على الاف 3 اف 6 هكمل عادي. ايه النقلات اللي بتتلعب؟ يطلع يربطني، يطلع بالحصان. طبعا في يعني الفيديو الجاي هناخد بالتفصيل الكلام ده. تمام، يعني هناخد يطلع بالحصان، يطلع بالفيل، يطلع بالوزير، يطلع بالفيل، يطلع جي 3 هجنك الفيديو الجاي. تمام، هنمسك نايت على البي 3 بس نفصلها. انا بقول لك ده انا بعرفك بس على اللاينات، اتفقنا؟ نايت على اف 6، ايه القاعده؟ كل ما تتزنق انتشار سهل، بيشوب على الجي 5، بيشوب على الاي 7. يا عم ايه عايزه بقى؟ ايه المشكله؟ نايت على السي 3، هو الراجل كمان بيبيت، تلعب ايه؟ انتشار سهل، تبييت. الله، امورك بخير، خلص الافتتاح أهو. يلا ندخل خلص الافتتاح يا جدعان. والله صح، الموضوع سهل جدا صح، بس مش بالسهوله دي. معلش يعني مثلا ممكن كده حد هو بيتفرج يقول لي ثواني يا اسلام، هو قبل ما تبيت انت ليه مثلا ما اكلتش مثلا البيدق ده؟ صح كده؟ يعني ليه مثلا ما لعبتش نايت تيكس مثلا اي 4؟ صح كده؟ بحيث ان انت دلوقتي طالب الفيل، ولو هو اكل الحصان فانت تاكل الفيل، اكل بالحصان تاكل بالوزير، مش كده ولا ايه؟ ده ممكن يكون حد شافها. ليه ما اكلتش بيدق؟ هتكون خدت بيدق في السكه. ولو هو اكلك مثلا حاجه زي كده فانت بتلعب نايت تكس سي 3، عاوز الوزير، ولو اكل الوزير فانت بتاكل الوزير،
وخلاص يعني الشكل ده انت هيطلع برضه معاك بدأ زياده. هقول لك بس في تركه صغيره. حد يعرف يا جماعه يعرف ليه النقله دي مش كويسه؟ النقله دي للاسف بلندر. ليه؟ علشان فعلا نايت تكسس اي 4. طب ايه؟ ما انا خدت بيضه اهو وباكل الفيل. هقول لك صح، بس في حاجه، اول حاجه تاخد بالك منها، ان دفعه الاي 5 بتاعت الكلاشينكوف، وده اول بوزيشنال نوانس لازم ناخد بالنا منه. ارجع كده خلاص يا جماعه من شويه، دفعه الاي 5 بتاعت الكلاشينكوف اضعفت مربع الدي 6، وبالتالي ده اول مربع مفتاحي محتاجين نركز عليه جدا. انا قلت لك الاهم، يعني بصوا يا جماعه والله العظيم الكورس ده الفايده الفعليه منه هو الفهم الموقفي للشطرنج مش الصقلي تماما. تمام. يبقى اول حاجه تاخد بالك منها ان اي 5 ثابت وراها ويكنس رخم، اضعاف رخم. ايه الاضعاف ده؟ هو مربع الدي 6. فبعد ما الحصان يرجع نايت على البي 3، المربع ده بقى ضعيف ليه؟ لان بدا الايد دفع لقدام، وبدا السي انت دفعه بدري، ما هو دفاع صقلي بيبدا بسي 5. فانت للاسف سبت بوكيت او هول او اضعاف على مربع الدي 6. فانت لازم دايما تحط هذا المربع في الحسبان. علشان كده بعد نايت على الاف 6، بيشوب على الجي 5، بيشوب على الاي 7، طلع بالحصان. انت ما عندكش النقله دي، علشان بعد ما ياكل وانت تاكل في كش على الدي 6 رخمه قوي قوي، هتضيع لك التبييت. تضطر تمشي كينج على الاي 7، كينج على الاف 8 مثلا. والبوزيشن بتاع الاسود دلوقتي لا، وحش جدا للاسف. الملك بتاعه مش مبيت، معاه حصان قوي جدا جدا مدعوم، هيلعب مثلا حاجه دلوقتي زي بيشوب مثلا على السي 4، عاوز ياكل البيدق ده في حمايه الحصان وهتتبهدل. فبالتالي اياك ثم اياك ثم اياك انك تسمح للخصم بانه يجي على مربع الدي 6. دي اول قاعده في هذا الافتتاح. لان دفعه الاي 5 بتاعت الكلاشينكوف على قد ما هي قويه، لكن انت بتدفع ثمنها كاضعاف موقفي، بس لازم تاخد بالك منه. علشان كده ارجع تاني، بيشوب على الجي 5، بيشوب على الاي 7، نايت هنا ما ينفعش تاكل البيدق ده علشان الكش الرخمه دي اللي بتضيع لك التبييت، فانت لازم تبيت اول حاجه. حلو، ممتاز. الخصم يلعب ايه دلوقتي؟ اكل في الفيفيل مثلا، دي نقله بتتلعب، اكلت وهي بيست موف على فكره، اكلت نايت على الدي 5. ايه ده؟ تاني اضعاف موقفي. خلي بالك، انت عندك دلوقتي يا جماعه مربع الدي 6 ومربع الدي 5، لازم دايما تاخد بالك منهم. مربع الدي 6 ده هنسميه بوكيت. يعني ايه بوكيت؟ يعني مربع ضعيف، جيب الخصم يقدر يحط كده في قطعه فيه. تمام. مربع الدي 5 نسميه، ايوه الله ينور عليك، اوت بوست. يعني ايه اوت بوست؟ هو المربع اللي الحصان يقدر ينضم عليه في حمايه بيدق من بيدقه وانا ما اقدرش اطرده. وبالتالي المربعين دول يا جماعه ده بوكيت وده اوت بوست، لازم تحط عينك عليهم. مين الاخطر؟ الدي 6. طب مين اللي عادي تسيبه؟ هو الدي 5. ليه؟ لان الدي 6 بيكون عاطي كش ضغط على بدء الاي 7، فانت الدي 6 لا، حاول تحط كنترول عليه. الدي 5 ليه عادي؟ لان انت معاك حصان تاني، معاك فيل، في وقت من الاوقات بتكسر الحصان اللي هنا وخلاص الامور بخير. فهو مربع الدي 5 مش خطر قوي. كمان انت مقابل ده هيكون معاك مربع الدي 4، فمش قلقان قوي. تمام. فيل في فيل، نايت على الدي 5. تكمل ازاي هنا؟ فاكر مين الاضعاف الاهم؟ هو المربع ده. ممتاز جدا. عاوز اقول لك على معلومه دلوقتي. ماشي. انت ملاحظ انا مش بشرح افتتاحيات حرفيا، انا بشرح شطرنج موقفي. ايه المعلومه اللي عاوز اقولها لك دلوقتي؟ ان في التشكيله دي انت المفروض دايما البوكيت تقفله والاوت بوست تحارب عليه. يعني ايه؟ يعني مربع الدي 6 ده بوكيت صح كده؟ يعني ايه بوكيت؟ جيب. فانت المفروض تقفل الجيب ده، تخيطه عشان مفيش حاجه تقعد عليه. فدلوقتي بيست موف هي دي 6. نقله منطقيه جدا الصراحه، حتى لو انت مش فاهم شطرنج قوي هي نقله منطقيه. ليه؟ بتدعم بدأ الاي 5، فيكون معاك سنتر قوي، انت اللي معاك تحكم في المنتصف، بتفتح للفيل، ودي اخر قطعه مستنيينها تتطور. حلو. انا عايزك تبص كده، بص على السنتر، ماله بيدقك انت كاسود محطوطه على اي مربعات؟ على مربعات الدي 6 والاي 5. مش قصدي ارقامهم، قصدي على مربعات بيضه ولا سوداء؟ سوداء صح كده، محطوطه على المربعات السوداء، مش كده؟ طيب، لما يكون معاك امتياز الفيلين والبيادق بتاعتك على كلر كومبلكس معين، خصوصا بادئ السنتر، لان يا جماعه بادئ السنتر هي اللي بتتحكم في ان السنتر مقفول ولا مفتوح. تمام. بيادق السنتر دي لما تكون محطوطه على مربعات سوداء، فدلوقتي انت مين الفيل الاحسن معاك؟ الفيل الابيض ولا الاسود؟ جاوبت طبعا الاحسن دلوقتي الفيل الابيض. ليه؟ لان الفيل الاسود مش شغال قوي، مقفول عليه المربعات السوداء، لان انا حاطط بادئي على مربعات سوداء. وبالتالي المعلومه الموقفيه التانيه اللي هناخدها ان الفيل الاسود ده يا جماعه حاجه من اتنين:
يا تسيب الخصم ياكله. علشان كده بيست موف على الانجن هنا دي 6 ومش مهتم تاخد مني امتياز الفيلين. ما انا ما بلعبش اصلا على امتياز الفيلين. ليه؟ لان هينتهي بيا الوضع لو انت اكلت بفيل كويس قصاد فيل وحش، صح كده؟ وبالتالي مش مهم انك تاخد امتياز الفيلين. يا الحاجه الثانيه، لو هو ما اكلش الفيل اللي على مربع الاف 6 بينتهي بيه المطاف على تيبيكال ايديا. ايه التيبيكال ايديا في الشكل ده؟ انك تلعب بيشوب على الجي 5. بيشوب على الجي 5 وده مربع ممتاز، وترجع الفيل على الاتش 6. ودي تيبيكال ايديا في الكلاشينكوف سيسيليان. هي ايه؟ هو انه لو ما خدش امتياز الفيلين، انت بتقول له خد امتياز الفيلين لو انت عايز، فانت لو ما خدوش في المستقبل بيشوب على الجي 5 ترجع الفيل بتاعك هنا، والفيل بتاعك هنا اكتف جدا جدا، باصص على مربعات كتير سوداء، احسن بكتير من قعدته هنا. يبقى يا جماعه فهمنا ازاي هنتعامل مع المربعات دي. تمام؟ يبقى دي 6 هنا نقله منطقيه جدا. تعال نشوف الجيم ممكن يكمل ازاي. ما بقولكش تحفظ، ما تحفظش حاجه، انت اقعد بس استمتع مش اكتر. تمام؟ بيشوب على السي 4 بيست موف على الانجن. ايه فكرتها؟ فكرتها ان هو بيبدا يحط بضغط غير مباشر على بدء الاف 7. لو انا سالتك سؤال، هي ايه فكره الهجوم هنا؟ انت شايف فكره هجوم؟ لا. ممكن ادفع مثلا، لا مش حلوه. ركه، لا لا مش شغاله. اطلع بالفيل، مش اقوى حاجه. فكره الهجوم هنا هي فكره هجوم عنيفه جدا بس مش باينه. هي انك تدفع اف 5 اف 4 وتفتح على جناح الملك. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده شبه افكار الكينجز انديان بالظبط. بس ثواني، هو مين منعني ادفع الاف 5؟ الفيل ده يا راجل، ما انا لسه قايل لك الفيل ده هو لو ما كلوش حبيبي الف شكر على امتياز الفيلين بيشوب على الجي 5. ايه ده؟ تيبيكال ايديا في الكلاشينكوف سيسيليان. والله تيبيكال يا جماعه. بص، معظم التفريعات اللي هنشوفها هتلاقي ان الفيل لو ما كلوش بيشوب على الجي 5. احفظها، هي تيبيكال ايديا. بيشوب على الجي 5. ايه ده؟ راح للدايجونال الاقوى. شكرا يا عم، انت ما كلتش الفيل، شكرا. منعتك كمان من التبييت الطويل، لان احيانا من ضمن افكار الابيض في السيسيليان انه يطلع بالوزير كده ويبيت طويل وهو اللي يهجم عليا. لا، ما عندكش الافكار دي في الكلاشينكوف. الافكار دي كويسه ضد مثلا الدراجون، لكن الافكار دي مش موجوده في الكلاشينكوف. طب ثواني، تبييت. وقف الفيديو، فكر تلعب ايه بالاسود. بص قوه الكلاشينكوف اللي انت شايفه مش بيعمل حاجه. ايه ده؟ بوسع للملك. يعني ايه؟ يعني عاوز ادفع الاف 5 بس ما تكونش الفيل في وشي، صح كده؟ لان انا يا جماعه لو دفعت اف 5 على طول بلندر، لان هيكشف عليا بالحصان. الحصان ده هيكشف على الفيل بكش ديسكفرد اتاك. تاني حاجه، مربع الجي 8 ههجم على الملك. رك على الجي 8، هدفع اف 5، هدفع جي 5 وهبدا اهجم على الملك، وعينك ما تشوف الا النور. الاسود احسن بكتير هنا. مش احسن على الانجن، احسن كموقف. يعني بص مثلا، ما تحفظش حاجه، انا بوريك اشكال. مثلا كوين على اي 2 بيطور الوزير بتاعه اف 5. بيست موف انه ياكل، باكل بالفيل. الله، ايه يا جدعان ده؟ امتياز فيلين جبار. معايا سنتر قوي حرفيا. السنتر بتاعي انا اللي معايا بدائين متحكمين في السنتر. اي نعم، هو معاه حصان قوي على اوت بوست، ولكن هبقى اطرده في المستقبل بنايت على الاي 7. معايا دلوقتي فكره ان اجيب الروك على الاف بعد ما كسر الحصان، واجيب الروك على الاتش واهجم على الملك. معايا امتياز فيلين. ايه ده؟ بص بص، ايه ده؟ انت عاوز إيه اكتر من كده؟ لا ثواني، هو انت كنت مفكرني ان انا تعالى اقول لك ازاي تعمل مثلا فخ في السيسيليان؟ لا يا حبيبي، هو ده اللي تطلع بيه. هو ده يا جماعه اللي انا عاوزك تطلع بيه. بس موقف كويس. روك ايه على الدي، نايت على الاي 7. خلاص انت فهمت الفكره، صح كده؟ الافكار بدات تتبلور في دماغك. انت عاوز تعمل الروك كده في كده بس تتخلص من الحصان الاول عشان ماسك على المربع ده. يبقى نايت على الاي 7، اكسر الحصان. اوعى تحفظ حاجه. اكل طبعا، مست موف انه ياكل. بيشوب على الدي 5 ضاغط على البيدق. انا كده كده حاميه اصلا بالوزير. تكمل ازاي هجوم؟ في افكار كتير هنا، يعني اي نقله كويسه. يعني عارف لو انت عملت كده كويسه، نقله وفكره كويسه جدا، عاوز تعمل كده في كده. عارف لو انت مثلا فكرت مثلا تدفع مثلا A6 وتجيب الروك كده وتدفع B5 كويسه. اللعب سهل، انت معاك امتياز الفيلين. ولكن بما ان انت معاك امتياز الفيلين، فدلوقتي الانجن بيرشح فكره كوين على السي 7، كوين على البي 6. ايه فكره كوين على السي 7، كوين على البي 6؟ فكرتها ان انا بعد ما اجيب الوزير هنا، فدلوقتي بص على البوزيشن. الوزير بتاعي في مكان كويس، باصص على الملك، بهدد ان انا اجيب الفيل ده هنا واضغط على بيدا الاف مع الروك مع الفيل، ومعايا بوزيشن كويس جدا. الاسود هنا فوق الممتاز. الحصان ده، فاكر الحصان اللي كان بدري ده؟ مس بليسد، شايف؟ ما بيعملش اي حاجه ولا كانه موجود في الدور. وبالتالي يا جماعه الحصان اللي على البي 3 ده مس بليسد، ما بيلعبش حاجه. انت دلوقتي اللي معاك الافكار، افكار هجوم سهله. طب ايه افكار الهجوم؟ ادينا مثلا امثله. لا، انا ده مقدمه، انا بعرفك على الفكره بتاعت اللاين. لكن نايت على البي 3 ده الفيديو الجاي. ده فيديو بقى هفصل لك بقى فيه الفيديو الجاي. تمام؟ فده مثلا لاين من اللاينات. فكرني كده، هو ايه اللي احنا بندرسه ده؟ احنا بندرس حاجه اسمها الكلاشينكوف سيسيليان. اي 4 سي 5، نايت اف 3، نايت سي 6، دي 4 ضرب الوسط، اكل.
الكلاشينكوف بيبدا اي 5 بوم. ايه اكتر نقله بتتلعب نايت على البي 3؟ حصان، افتكر مس بليزد. طب ايه المنطق بتاع التكميل؟ كمل عادي، يعني المنطق ما تحفظش، كمل عادي، اطلع بالحصان. طلع ربطك، فك الربطه، عاوز تبيت، طلع بالحصان. افتكر اوعى تاكل البيدق ده، اوعى تاكل وتقول لا، لانه عنده المربع ده ضعيف، فانت لازم تخلي الفيل ده مكفر المربع ده. فاهمين قصدي يا جماعه؟ لحد ما انت تبيت وتامن ملكك، وبعد ما يجي هنا يطلبك عاوز تاكله كله. يعني لو انت عاوز تاكله كده كله. انت عارف الاسود هنا معاه تفوق لو اكل الفيل. الاسود هنا معاه تفوق ليه؟ يطلع مثلا بالفيل بتاعه، بتكمل بيشوب على الاي 6 متحكم في المربع ده، حصانك هيجي هنا او يجي كده في كده، تطلع بالرك على العمود، انت معاك تفوق هنا بسيط كاسود. تمام. طيب تعالى اوريك مثلا تفريعات تانية حلوه برضو لذيذه. طبعا يا جماعه الكلام ده هندرسه بالتفصيل في الفيديو الجاي ان شاء الله. ايه رايك بعد ما انت طلعت بالحصان هنا، حد فاكر الابيض بيلعب ايه هنا؟ يطلع بالفيل، يربط الحصان، فانت تطلع بالفيل وتبيت، والافكار اللي احنا شفناها، ودي 6 مهمه علشان تقفل البوكيت وتطلع بالفيل. انت امورك بخير. طب ايه رايك لو الخصم مثلا طلع بالحصان الاول؟ هو الحصان ده ماله؟ كان مكرهك في عيشتك من شويه، صح كده؟ كانت اقوى حته عند الابيض، مش كده؟ علشان كده النقله دي يا جماعه وحشه. انت متخيل النقله دي وحشه؟ طبعا هي مش يعني هي inaccurate. تمام، هي بوك موف ايوه، بس مش حلوه. ليه؟ لان ده بيسمح لك انت كاسود تتخلص من اكتر قطعه، انا اسف في الكلمه، كانت مقرفه عند الابيض، اللي هو الحصان ده. يعني فاكرين يا جماعه التفريع من شويه؟ كان بيجيب الحصان ده هنا وكان محطوط كده زي الشوكه في الزور، تضطر تلعب دي 6 وتجيب الحصان هنا وتكسر الحصان الرخم. طب ما هو لما طلع بالحصان هنا، طب ما بكل سهوله ويسر بيشوب على البي 4 والنقله الجايه انا هتخلص من الحصان. ايه ده؟ مقابل امتياز الفيلين؟ لا، ما انا اطز في امتياز الفيلين، انا معايا بوزيشن كويس، انا كده كده قلت لك معلومه من شويه استخدمها. الفيل الاسود في الدفاع الصقلي تفريع الكلاشينكوف مش حلو. انت بتخليه حلو بالطريقه اللي قلنا عليها، اللي هي بيشوب على الجي 5، ولكن هو عموما عادي لو انت اتخلصت منه. يبقى لا تقلق من التخلص من امتياز الفيلين. يعني مثلا طلع بالفيل هنا، كل على طول ما تفكرش. ليه؟ اول حاجه عملت له دبل بون، تاني حاجه تخلصت من القطعه الرخمه اللي كانت بتيجي تقف هنا في زورك، وانت دلوقتي كل اللعب معاك دي 6 تبيت تطلع بالفيل زي الفل. كمان عارف هقول لك على نقله تانية تريكي هنبقى ندرسها ان شاء الله الفيديو الجاي، نقله احلى من انك تاكل. بوم. ايه ده؟ بضرب الوسط على طول استغلالا للربطه. انت عارف ان الشكل ده نسبه مكسب الاسود في الداتابيز 50%. انت عارف 50 ده رقم كبير جدا، ان دي 5 بتكسب الاسود 50% في التفريع ده. تمام، بتضرب الوسط على طول. طب لو اكل باكل بالحصان على حس الربطه. عاوز اكل يفك الربطه باكل، ياكل بوظت له البيادق، ارجع بالفيل بتاعي، حميت البدأ بتاعي، هو يبيت انا بيت، الاسود هنا مع تفوق نص. شفت يا جماعه زي اللاين ده حرفيا جبار. تمام، هنبقى ناخده بالتفصيل ان شاء الله الفيديو الجاي. تمام، تعال اوريك كمان لاين تاني او فكره تانيه. طيب فرضا مثلا لو هو طلع بالحصان الاول، احنا قلنا نربطه لان الحصان ده رخم جدا، صح كده؟ وطلع مثلا بيشوب سي 4، ما طلعش مثلا يفك الرابطه. هو البدأ ده ببلاش يا جماعه، ايه رايكم؟ هل تاكل البدأ ده؟ دلوقتي ببلاش فعلا. ليه؟ لان هو ما عندوش ياكل ويجي بالحاجات اللي كانت بدري، فهو بالفعل دلوقتي ده ببلاش. ولكن يعني السيسيليان على قد ما هو دفاع هجومي، فهو لازم تكون موقفي شويه. لكن فبيت الاول، بيت الاول، وكده كده البدأ ده في جيبك. ثواني يا عم اسلام، هو مش ممكن يلعب اف 3؟ يا ريت يلعب اف 3، ده هيكون فتح على الملك فتحه سوداء. يا ريت، ده انت بتستفزه يلعب اف 3. تمام، فخلاص. طب لو هو بيت دلوقتي كل طبعا دلوقتي الاول لازم تاكل الحصان، ما ينفعش تاكل البيدق. تمام، دلوقتي تاكل الحصان عشان اللي هو حامي البيدق، وبعد ما ياكل تاكل البيدق ده. طب ايه رايك لو لعب مثلا حاجه زي مثلا ايه؟ طلع بالفيل طالب الرك، بدفع، هي كده كده اصلا دي 6 جايه. فكر يا جماعه دايما احفظ الافكار التيبيكال، يعني ما تقولش مثلا هطلع رك على الاي، ما هو كده كده دي 6 جايه في الطريق، فانت العبها وخلاص، نقله دفاعيه في نفس الوقت. انت عملت حاجه انت عاوز تعملها، صح كده؟ كوين على الدي 3، هات الحصان. طب افرض لعب اف 3 قال لك امشي بالحصان، النقله دي بلندر، تعرف تعقبها؟ ليه؟ الفتحه يا جماعه قلت لك دايما في القاعده في اي مستوى نيفر بوش ذا اف بون، لانها بتفتح على الملك. فدلوقتي ده يسمح لي ان انا انضم بالوزير بتاعي كوين على البي 6 بكش، ولما يدخل بالملك هروح اعمل له نايت على الاف 2، عاوز اديس ماذر ديميت، فيضطر يديني الروك بتاعته. للاسف هتقولي ثواني، مش ممكن يغطي الكش دي مثلا؟ ارجع تاني، مش ممكن يغطي الكش بالفيل؟ لا، ما هي انا باكل الفيل ببلاش، ايه ده يا جدعان؟ تمام، وبالتالي بلندر طبعا علشان كش، وهعمل لك السماذر ديميت اللي هي مات زبيده، يا تديني الروك، صح كده؟ وبالتالي الحصان ده قوي جدا، فخلي بالك ما يقدرش يطرد الحصان باف 3. لو فكر يطرده بالوزير فانت بترجع بالحصان بتاعك عادي، وهنا في تفوق كويس جدا جدا مع الاسود. تفوق ايه؟
ده في بدأ ببلاش. شوف قد ايه الكلاشينكوف سيسيليان جامد. ايه ده؟ وحشه. ليه؟ لان ده بيسمح بتكسير محبذ واند جيم مكسوب للاسود. مش فاهم حاجه. هو لو اكل البدأ ده بالوزير، طبعا يا جماعه لو اكله بالفيل مثلا حاجه زي كده، فانت طبعا هو جاي طالب الحاجات دي صح كده، فانت دلوقتي عندك كذا نقله كويسه، منهم مثلا بريليانت موف بيشوب اف 5. ايه ده؟ هات الوزير اللي حامل فيل مثلا يعني، ولو اكل الوزير بتاكل الفيل. تمام. وده شكل يعني تعادلي كماتيريال، لكن تفوق نص للاسود، يعني انت مرتاح. دايما الاسود بيطلع باشكال مرتاحه من الكلاشينكوف. فاهمين الكلام ده؟ هنتعلمه بالتفصيل الفيديو الجاي. انا بوريك مثلا افكار اللي هنتعلمها. تمام. بيشوب على الاف، عاوز الوزير، يمشي بالوزير، تاكل الفيل. تمام. طب ثواني، افرض اكل بالوزير، فدلوقتي انا بكسر وزير في وزير، ياكل بالفيل، امشي بالروك اطلبه، يمشي بالفيل، طبعا بدا ده محمي بالحصان، وده اند جيم مكسوب للاسود. مكسوب ليه؟ البيادق دي سيئه جدا. امتياز الفيلين انت هتتخلص منه عاجلا ام اجلا. يعني دلوقتي انت عاوز القطع دي، ماشي، عاوز البيدق ده الضعيف، هتبدا تضغط على الاضعافات، وده شكل مريح جدا جدا في الاند جيم للاسود. تمام. فده يا جماعه مثلا فكره من افكار اللاين. تمام. تعالوا نشوف فكره تانية. تعال اعلم حضراتكم فكره تانية، او فكره هجوميه قويه تانية، او فكره موقفيه. احنا اتعلمنا بقى هناخد يعني شطرنج موقفي حرفيا من اللاين اللي لسه شايفينه، اللي هو افضل لاين. يعني يا جماعه ده افضل لاين في نايت على البي 3. تمام. يلا صقلي اي 4 سي 4، بطلع اتحكم في الوسط، ضرب الوسط، صقلي مفتوح، تكس تكس، بضرب الوسط اي 5، وده ما يسمى بالكلاشينكوف. تمام. صراحه يا جماعه الكلاشينكوف هو اسمه الاصلي، ممكن تلاقيه على الانجن بتاع تشيس دوت كوم، يقول لك عليه الليفنتال او الليفنثال فاريشن. تمام. هو الليفنثال هو الكلاشينكوف، او الكلاشينكوف ده تشكيله من الليفنثال. تمام. فعشان ما حدش يقول لي ده اسمه ليفنثال، ده مش ماشي، هو الليفنتال او الليفنثال هو الكلاشينكوف، اسمه الليفنتال فاريشن. تمام. طيب نايت على البي 3، طلع بالحصان، فاكرين يا جماعه؟ طلع يربطك تلعب ايه؟ نايت بيشوب على الاي، ابسط حاجه. نايت هنا، النايت الرخم ده، خلاص هل تاكل البيضه؟ قلنا انها بلندر. ليه؟ لاني بعد ما انت ياكل بالحصان تاكل، هو ما بياكلش فيلك، ده بيديك كش ويضيع لك التبييت، فانت بتبيت، ياكل. فاكر ان على الرخمه نايت على الدي 5. علشان كده لما ما كانش بيطلع يربط الحصان بتاعنا، كنا بنطلع نربط الحصان الرخم ده، لان دي اقوى قطعه عند الابيض. دلوقتي بتكمل ازاي؟ فاكر؟ ايوه، جبت النقله دي 6. خلاص انت فهمت الافكار. شوف الافكار سهله جدا بتاعت الكلاشينكوف. تمام. مش محتاج تحفظ. بيشوب على الدي 5 يحمل حصان. ايه فكرتها؟ بيطلع بالفيل، بيجهز انه يبيت، وحط الفيل بتاعه على وتر قوي. طب انت ايه فكره هجومك؟ انك تبدا تدفع اف 5. تجهز لها ازاي؟ بيشوب جي 5 الاول. ليه؟ عشان ما يبيتش طويل، فهو مجبر يبيت قصير. كينج اتش 8. فاكرين النقله الجامده دي؟ ليه؟ عاوز تدفع اف 5. كوين هنا بيست موف، اف 5 ممتازه جدا. السؤال دلوقتي، احنا شفنا من شويه لو اكل بتاكل بالفيل، وبعد كده عندك افكار ترجع بالحصان، يكسر، تاكل بالوزير، وتجيب الوزير كوين سي 7، كوين بي 6. دي الفكره شفتها من شويه صح كده؟ ده فرضا انه اكل، لسه شايفينها من شويه. طيب ايه رايك لو هو ما اكلش؟ يعني ايه؟ يعني كمل بسي 3 واللي هي بيست موف على الانجن، تكمل هجوم ازاي؟ هل تاكل؟ لا يا راجل ما تاكلش. ليه؟ لو اكلت دلوقتي فانت بتسمح له يطور الوزير بتاعه، ياكل بالوزير، او يجيب مثلا روك ايه على الدي، فاهمين؟ او يجيب الروك كمان يضغط على البيضه. البيضه ده هيبقى ضعيف، فانت ما تاكلش. انت كده يعتبر قتلت هجومك. ما هو الهجوم يا جماعه بالبدأ ده، امال تكمل ازاي هجوم؟ اف 4. اف 4 عاوز ادفع اف 5، اف 3، هات الوزير وهات البيضه وافتح على الملك بتاعك. ما هي دي فكره الهجوم. وبالتالي دي يا جماعه المعلومه الثانيه، انك لما تيجي تهجم ببدء الاف، هو قدام خيار من اتنين: يا ياكل ويطور لك فيلك، ونشوف التشكيله الكويسه اللي شفناها من شويه، يا ما اكلش وتكمل انت دفع. اف 4 بيست موف نايت على الدي 2. ايه ده؟ مانع اف 3. تلعب ايه هنا؟ بريليانت موف اف 3. ليه؟ الفيديو يا جماعه لسه منزل فيديو امبارح، كنت بسال دايما، او كنت منزل فيديو يا جماعه من يومين بعنوان اهم قاعده في الشطرنج طورت مستوايا، وكنت دايما بقول قاعده قالها سام شانكلاند. ايه القاعده دي؟ شفت يا جماعه جمال الصقلي؟ مش كافتتاح ان انا بعلمك افكار في الميدل جيم، بنذاكر افكار قويه جدا في الهجوم بعيدا خالص عن الصقلي. الفكره دي انت ممكن تلاقيها في اي تفريع تاني. تمام. كنت دايما يا جماعه بقول ايه؟ لما تيجي تنفذ خطه والخصم يمنعها، اسال نفسك الاول what happens if I do it anyway. هيحصل ايه لو انا عملتها على اي حال؟ فدلوقتي ايه الفكره بتاعتك؟ انك عاوز تدفع اف 3، هات الوزير وهات البيدق، هو جه منعها. السؤال هيحصل ايه قبل ما افكر الغيها لو انا دفعت على اي حال؟ لو انا دفعت على اي حال هياكل بالحصان، الحصان هيكون مطلوب اي نعم بالرك، لكنه محمي بالوزير وبالبيدق. طيب هل تقدر تلعب نقله تخلي البريشر على الملك اكتر؟ اف 3. ليه؟ لما ياكل بالحصان اطلع اربطه، فانا دلوقتي مهدد اكل فيل في حصان، وبعد ما يقدرش طبعا ياكل بالوزير عشان روك مطلوب، فيضطر ياكل بالبيدق، واكون بوظت له جناح الملك وابدا اهجم عليه.
الاسود هنا احسن. انت عارف ايه هي بيست موف؟ بيست موف كينج هنا، وانت بعد ما تاكل ياكل بالبيدق، فهيكون فتحت على الملك بتاعه، تبدا تلعب حاجات زي بيشوب على الاف 4، كوين هنا عاوز تموته. طبعا لو اكل مش حلوه. ليه لو اكل مش حلوه؟ اي تكس اف 4، لو جاب الروك هو يهجم عليك هنا، فانت بتلعب نايت على الاي 5، عاوز تجيب الحصان يضغط، عاوز تجيب الوزير، بتفوز، انت بتفوز هنا حرفيا. تمام. وبالتالي يا جماعه دي فكره من الافكار، ان هو لو ما اكلش فانت بتدفع، فدي فكره تانية. تعالوا نشوف فكره كمان. الفكره اللي بعدها اي 4 سي 5 صقلي، اكلت اي 5 ما يسمى بالليفنتال فاريشن او الكلاشينكوف، رجع بالحصان، وقلنا الحصان هنا مسبليسد، بتكمل انتشار بسيط، يطلع يربطك. ده بيست لاين يا جماعه بتاع نايت بي 3. تطلع تفك الربطه، يطلع بالحصان، بتبيت، قلنا ما تاكلش، خلاص حفظناها، بكرر عشان تحفظ. طلع بالحصان دي 6 مهمه، تفتح لي الفيل، بتقفل البوكيت، يطلع بالفيل بتاعه، بتطلع بالفيل هنا، خلاص طالما ما اكلش براحتك، عاوز تدفع الاف 5 يبيت، تيجي بالملك. على فكره يا جماعه ده بريليانت موقفي، يعني على الانجن هي بيست موف، لكن هي بريليانت موقفي عشان عندك افكار هجوم قويه جدا. تمام. طلع بالوزير، قلنا بتكمل هجوم ازاي؟ اف 5، لو اكل بتاكل بالفيل وخلاص انت امورك بخير، لو دفع بتكمل هجوم. هنا بقى افرض راح ما يجيش بالنايت هنا عشان يمنع الكلام ده، ولعب بالاف 3. الاف 3 هنا مش حلوه. ليه؟ بتدي الابيض هجوم كاسح بعد ما تجيب الروك بتاعك هنا. فدلوقتي عندك طريقين. الطريق الاول روك اي 8، وبعدين بعد روك اي 8 تجيب الروك من على الاي 6 وتطلع كده، او نايت هنا وتكسر وبعد كده روك اف 6 وتطلع هنا. او الطريق الثاني اللي انت ممكن تعمله هو بيشوب اتش 4. نعم، بيشوب اتش 4 بيست موف على الانجن. ايه فكره بيشوب اتش 4 يا جدعان؟ فكرتها بوسع الطريق لمين؟ عاوز جي 5 في جي 4 في روك على الجي 8 بعد ما كسر الحصان بعد ما مشي الفيل طبعا يا جماعه. تمام. عاوز جي 5 في جي 4 وعاوز افتح على الملك. دي فكره هجوم. هنشوف امثله اكتر على الفكره دي، واتلعبت من قبل جراند ماسترز كتيره الفيديو الجاي ان شاء الله. تمام. ولكن ده مجرد قشور، فدي فكره لو الخصم دفع عليك اف 3. تعالوا نشوف فكره تانية. طيب تعالوا اوري حضراتكم برضو في تفريع تاني، اي 4 سي 5 نايت اف 3 نايت سي دي 4 سي تكس دي 4 نايت تكس دي اي 5. وهنا احنا كل اللي كنا بنبص عليه قشور تفريع النايت على البي 3، اللي هو ده الفيديو الجاي هنهرسه حرفيا. تمام. لكن فرضا راح مكانه او رجع مكانه تاني نايت على اف 3. نايت على اف 3 دي نقله تخاذليه. يعني ايه تخاذليه؟ يعني مش بتهدد حاجه، يعني جه كل البيضه ورجع مكانه تاني. يبقى احنا يا جماعه اول تفريع شفناه هو نايت على البي 3. طب نايت على الاف 3 مش ما فيهاش اكشن. طب ايه القاعده؟ انا اكمل ازاي يا راجل؟ قلت لك الكلاشينكوف جميل. ليه؟ كمل ببساطه نايت اف 6 بيشوب اي 7. خلاص تمام. لو لقيت حاجه من الافكار اللي قلناها طبقها. يعني مثلا نايت على السي 3، ايه ده؟ مش بتفكرك بنقله؟ النايت الرخم عاوز يجي على الاوت بوست، وبالتالي انا مستعد اضحي بالفيل الاسود مقابل ان الحصان ده ما يجيش على الاوت بوست. فاكر؟ فبيشوب على البي 4 بيست موف يا جماعه. ليه؟ ليها كذا هدف. الهدف الاول ان انا دلوقتي بشكل مباشر مهدد بدء الاي 4، لان اللي حاميه فقط هو الحصان. الفكره الثانيه ان انا مانع حصانك يجي على مربع الدي 5 اللي هو الاوت بوست. الهدف الثالث ان انا عاوز اتخلص من الفيل الاسود الوحش، لان هحط بادئي على اسود. الهدف الرابع ايه ده كله؟ ان انا ممكن في المستقبل العب نقله الدي 5 تيكس، اكل بالحصان عادي، ما تقدرش تاكل عشان ده مربوط. نقله بيشوب بي 4 يا جماعه مبرره من جميع النواحي هنا، صح كده؟ علشان كده بيست موف على الانجن هنا بيشوب على الدي 3. ليه؟ حامين هذا البيدق، لان انا دلوقتي كنت جاي طالب البيدق ده. تكمل ازاي؟ ممكن تلعب دي 5 ممتازه جدا، وقلنا بتحقق مكاسب جامده جدا على الداتابيز، ولكن النقله الاكثر بوزيشن يعني الموقفيه اكتر هي انك تبيت عادي. طب الجيم يكمل ازاي؟ يبيت هو كمان. دلوقتي خلي بالك هو فك الرابطه لما بيت، فدلوقتي فقط تاكل، وبعد ما ياكل فايه اللي حصل؟ عاوزك كده تبص على البوزيشن. اي نعم هو معاه امتياز الفيلين، لكن مقابل ده فيل ده وحش اولا. تاني حاجه البيدق ده كل اللعب هيكون على هذا البيدق. ليه؟ لان ده الاضعاف اللي عند الابيض، مش صح كده يا جماعه؟ ده البيدق اللي على السي 3 ده الاضعاف اللي عنده، وبالتالي بص كده ازاي هبدا اضغط على هذا الاضعاف. لكن سؤال، هل الاول تضغط على الاضعاف ولا تكفر البوكيت وتطور الفيل وبعد كده تضغط على الاضعاف؟ طبعا يا جماعه لازم العب دي 6 الاول، اطلع بالفيل الاول، وبعد كده اكمل الخطه بتاعتي. تمام يا جماعه؟ اتش 6 هات الفيل بيشوب اتش 4. هنشوف طبعا لو اكل يا جماعه عادي، انا باكل بالوزير هنا. الاسود معاه تفوق 1 او 8 من 10. انت الاسود احسن بكتير هنا، وهنبقى ندرس التفريع ده بالتفصيل ان شاء الله. تمام. ولكن بيشوب على الاتش 4
ازاي تبدا تضغط على البيدق ده؟ علشان ابدا اضغط على البيدق ده، ركز عشان النقله دي صعبه جدا يا جماعه. علشان ابدا اضغط على البيدق ده فانا محتاج اجيب الوزير هنا علشان ابدا اضغط على البيدق، مش كده؟ طيب ازاي؟ ما الحصان واقف، علشان كده بيست موف على الانجن، نايت على الاي 5. ايه فكرتها؟ جاي اضغط على البيدق ده بس كده، عاوز اجيب الوزير هنا واضغط على البيدق ده مش اكتر يعني. تمام. كمان الحصان هنا ممكن اجيب الفيل كده والحصان يجي على المربع ده في المستقبل، وبالتالي نايت على الاي 5 دي تيبيكال ايديا في هذا التفريع. طب التفريع ده اسمه ايه؟ تعالى كده نعدي على التفريع الثاني بسرعه يا جماعه. هو سي 4 اي 4 سي 5 نايت نايت، ضرب الوسط تيكس تيكس، وهنا بلعب الاي 5 الكلاشينكوف. كنا بندرس من شويه نايت على البي 3 بنشوف قشرها. طب لو رجع نايت هنا تاني، دي نقله مش طالبه حاجه يعني، البدا ده نمحي فانا بكمل انتشار عادي. نايت على السي 3، نايت على السي 3 يا جماعه ده اللي بيقولوا عليه السيفيشنكوف. تمام. السيفيشنكوف او اسمه القديم تفريع البلقان، بلكن فاريشن لو انت عاوز تعرف اسمه. ولكن سيبك من الاسماء دي، انا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه لما اخد كل تفريع هسمي كل تفريع باسم كده من عندي انا مالفه. يعني مثلا ايه رايك، بيني ما بينك الكلام ده مش رسمي، ايه رايك لو سمينا التفريع ده الكلاشينكوف تفريع الاربع احصنه؟ حلو الاسم ده صح كده؟ ده شبه افتتاح الفور نايتس جيم اللي لما تلعب اي 4 اي 5 ولكن بتشكيله السيسيليان. ايه رايك لو سميناه السيسيليان او الكلاشينكوف تفريع الاربع احصنه؟ صح كده؟ احلى الاسم ده من السيفيشنكوف ومن البالكان فاريشن. اي نعم هندرس طبعا الاستراكشرز بتاعت البالكان والكلام ده، ولكن انا بحب اسمي اسماء اسهل علشان يسهل عليا تذكرها. بيشوب بي 4 قلنا اساسيه، بتجهز انك تبيت. عايز تلعب دي 4، عاوز البيدق. تمام. بتحط في مشاكل، ياكل واللعب كله على البيدق ده. تمام. ربطك بتطرده، تطلع بالحصان هنا، عاوز تجيب وزيرك هنا، فبالتالي هو بيرجع بالحصان هنا. ليه؟ منعك من المربع ده. دي بيست موف على فكره، ولكنها مش بتتلعب قوي على الانجن. اي نقله تانية الاسود معاه تفوق كبير، يعني مثلا جاب الروك هنا، الاسود معاه تفوق 8 من 10 بعد بيشوب على الاي 6، والحصان ده حامي الامور ما عندوش بيدق يطرد الحاجات. فاهمين الفكره يا جماعه؟ والحصان ده ممتاز هنا، هيجي هنا في المستقبل مع الفيل. ماشي، عشان كده بيست موف هنا يرجع بالحصان حامي المربع. دي نقله صعبه جدا على فكره يا جماعه. تمام. بيشوب اي 6، بسيطر على المربع ده. روك هنا تكمل ازاي؟ انا عاوز اجيب الوزير هنا يضغط، لكن خلي بالك في مشكله، انك لو جبت الوزير هنا على طول بياكل ويضعف لك جناح الملك. فالاول جي 5. طب مش بتضعف جناح الملك؟ لا لا خالص. بعد ما يرجع بالفيل دلوقتي كوين سي 7. فاهمين يا جماعه الترتيب؟ ودي فكره برضو المفروض تتعلمها، فكره بوزيشنال، انك قبل ما تسيب الوزير وتمشي ادفع عليه جي 5 واتش 6 والامور دي بخير. طب ثواني، هو مش ممكن دلوقتي يلعب اتش 4؟ عاوز يفتح على جناح الملك، حلو جدا. فكره كمان دلوقتي، ايه الفكره دي؟ ان اتش 4 زي ما هي عايزه تفتح على جناح ملكه او عايزه تفتح على جناح الملك، دي فكره برضو يعني تيبيكال يا جماعه. فزي ما هي عاوزه تفتح على جناح الملك بتاعك، هي كمان بتسيب اضعاف عند الخصم. هي ان بعد ما ياكل بدأ في بدأ بدأ في بدأ، العمود بتاع الاتش هيكون اتفتح. علشان كده تيبيكال ايديا لما يدفع عليك اتش 4 وانت دافع الجي 5 انك تلعب كينج على الجي 7. ليه؟ علشان لو اكل بدأ في بدأ بدأ في بدأ، انت دلوقتي الاحسن. ليه؟ هتلعب دلوقتي روك على الاتش 8، يلعب اي نقله، يعمل اي حاجه مثلا زي كده. النقله الجايه روك على الاتش 8، عاوز تجيب الروك يضغط على العمود، روك على الاتش 7 مثلا وتجيب الروك تجوز، وانت افضل بكتير هنا، معاك تفوق 1.5. وبالتالي تيبيكال ايديا يا جماعه، لان انا الصراحه ما كنتش اعرف التيبيكال ايديا دي قبل كده. كنت بخاف دايما ادفع نقله الجي 5، بقول ايه يا جماعه ما بتعمل اضافات كتير. يرجع يدفع عليه اتش 4 بعد كوين على السي 7، عاوز البيدق اتش 4. قال له لا، الفكره هنا عشان تعاقب الدفعه دي فانت بتلعب كينج جي 7، ولو اكل بدأ في بدأ بدأ في بدأ بتجيب الروك على العمود وانت اللي بتهجم مش هو، وانت ملكك بخير زي الفل. متخيل يا جماعه الافكار اللي بتطلع منها؟ طبعا هو مش بياكل هنا بيست موف يلعب نايت على الاف 1، انا مش فاهم ايه، ولكن دي بيست موف على الانجن. ولكن النقله دي بتسيب البيدق، خلاص شكرا على البيدق، كده انت معاك بدأ بيور بلا تعويض، والاسود احسن. طبعا هذا التفريع سندرسه بالتفصيل في سلسله او في الفيديو بتاع نايت على الاف 3. تمام. طيب تعال اقول لك دليل قد ايه الكلاشينكوف سيسيليان جميل جدا وسهل اللعب، مش محتاج حفظ كتير، رغم ان هو فيه حفظ كتير بس هو منطقي والافكار متشابهه. يعني ايه؟ بص مثلا اي 4 سي 5 نايت اف 3 نايت سي 6 دي 4 اكل اي 5. احنا قلنا يا جماعه في كام احتمال؟ في 1 2 3 4 5 6. هقول لك حاجه، انت تعرف ان من الست احتمالات دول في احتمال واحد فقط اللي بيدي سلايت ادفانتج للابيض، يعني بيدي افضليه بسيطه جدا للابيض، الا وهو نايت على البي 5. تمام. ولكن هنبص طبعا عليها بالتفصيل وهنعرف ازاي يعني
ناخد بوزيشن كويس برضه منها، بس في يومها يعني او في الدور بتاعها يعني. تمام. ولكن احنا شفنا النايت على البي 3 سريعا، شفنا الرجوع سريعا سميناه بتفريع البالكن فاريشن. تمام. ايه رايك لو كسر حصان في حصان؟ انت تعرف ان من جمال اللاين، يعني من جمال الكلاشينكوف، انك سواء اكلت بدا البي او الدي الاثنين صح. ايه ده يا دكتور، هو مش لو انا اكلت بدا الدي بيكسر وزير في وزير؟ بتاكل بالملك والكينج بيروح على السي 7 وامورك بخير. يعني تعال نشوفها بسرعه، بس مش ده اللي انا هرشحه. ياكل تاكل يطلع مثلا بالفيل بتاعه، خلاص انت ممكن مثلا تلعب يعني نايت على الاف 6. طبعا مش هتسيب الفيل طبعا. تمام. ممكن ترجع كينج على الاي 7، كينج على بس هتقفل على نفسك. تمام. ملهاش لازمه يعني. تمام. كينج على الاي 8 اظن. تمام. وبعد كده تطلع بالحصان، او لو هو ما طلعش وطلع بالحصان مثلا، ممكن تطلع بالكينج بتاعك على مربع السي 7 وخلاص الامور بخير. ولكن ملهاش لازمه. ولكن انا بقول لك قد ايه اللي هو اللاين ده كويس او الكلاشينكوف كويس. فطبعا البيست يا جماعه انك تاكل ببداء البي، مش كده؟ طيب سؤال، نكمل ازاي؟ انت ايه رايك في الشكل ده؟ هو بدا السي 6 ده يا جماعه مش بيحفزك لفكره؟ ايه الفكره؟ انك في المستقبل تدفع دي 5 ياكل تاكل بالبيدق، ويكون معاك بدائين كويسين جدا في السنتر، ماسكين السنتر حرفيا، متحكمين في كل مربعات السنتر وهو مش معاه سنتر. يعني حرفيا النقله دي كسبتك نقله الدي 5 في المستقبل، فانت اللي بتراهن على السنتر. يعني مثلا بيشوب سي 4، نايت اف 6 انتشار عادي، والله انتشار عادي. نايت على السي 3، ايوه تكمل ازاي؟ بيشوب على الاي 7 كويسه، تاني افضل نقله على الانجن. ولكن ليه لما انت انا اسف، ليه تسمح له نفس الفكره بتاعت بدري؟ ليه تسمح له ان هو يحط بريشر على الدي 5؟ ليه تسمح له انه يكون معاه حصان رخم لما ممكن تلعب نالت بيشوب على البي 4؟ نفس الفكره بتاعت بدري يا جماعه. ليه؟ ما هو الصراع كله والله على المنتصف، والله الصراع كله على المنتصف. تمام. انت دلوقتي نفس الفكره، عاوز تكسر الحصان، تعمل له بدء ضعيف، تدفع الدي 5، تبيت الملك بتاعك، تضغط على الاضعافات، تكسب الدور. هو ده الصقلي. تمام. بيشوب على البي 4، تبييت، اكل. ليه؟ طب اشمعنى تاكل دلوقتي؟ لان هو فك الربطه. تاكل بيضة ضعيف، تبدا تضغط عليه. افكارك في المستقبل، كوين هنا تبدا تضغط على البيضة. ولكن بيت الاول روك اي 1 بيطور قطع عادي. دلوقتي تلعب ايه؟ دي 5، تضرب الوسط على طول يا جدعان. خلاص انت معاك وسط قوي جدا جدا جدا. اكل اتفرج. يعني بالله عليك، بص كده بعد كوين سي 7 مثلا، نفس التيبيكال ايديا بتاعت بدري، حرفيا تحسوا ان الالات يا جماعه بيترانسبوزوا لبعض. طب ليه كوين سي 7 مش كوين اي 5؟ عشان ما تسيبش البدأ ده، صح كده؟ فخليك كوين سي 7 حامي في نفس الوقت ضاغط، صح كده؟ الفيل بتاعك يطلع في المستقبل من هنا، بيشوب على البي 7 مثلا، هيكون معاك فيل جبار. بالله عليك بص كده، انت مرتاح اكتر مع مين؟ هل مرتاح اكتر مع بيضة ضعيف ضاغط عليه؟ انت هنا معاك خطه، معاك لعب. تمام. بدأ ضعيف ضاغط عليه، ومعاك سنتر قوي متحكم في الوسط، معاك وتر هتحط عليه الفيل، معاك هيلثي بون ستراكشر. تمام. ولا مرتاح اكتر بالابيض وانت معاك اضعافات، مش معاك السنتر؟ الخصم دلوقتي هيبدأ هو يلعب. انت شايف مين احسن؟ طبعا بالنسبه لي طبعا احب العب بالاسود هنا. تمام. بس يا جماعه، فدي فكره لو اكل بدأ في بدأ، فانت بتاكل ببدأ السي، ماشي، بفكره انك في المستقبل تضرب الدي 5. وحرفيا نفس الافكار، بطلع بالحصان، بربط واكسر كوين سي 7. طبعا هنشوف كل الاحتمالات الاخرى في التفريعات القادمه او في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. التفريع اللي بعده، وده طبعا يا جماعه كل تفريع من دول والله ليه فيديو خاص، لسه هنتعمق في كل التفريعات دي، انا بعرفك عليهم. اسم الفيديو مقدمه بس كده. تمام. اي 4 سي 5 نايت اف 3 نايت سي 6 دي 4 اكل كلاشينكوف. تمام. شفنا مين؟ شفنا لو اكل بناكل ببداء البي، شفنا لو رجع، ولسه هنشوف. شفنا لو راح نايت على الاف 3. طب ايه رايك لو لعب نايت على الاف 5؟ تسمح لي اسميه تفريع اكرم. نعم تفريع اكرم. ليه كده؟ عشان بشوف دايما اكرم بيلعب النقله دي في اللايفات. تمام. وتقريبا لعب ضد كابتن سيد قبل كده التفريع ده او حاجه شبه كده. يعني كابتن سيد لعب له الدي 6 تقريبا او حاجه زي كده. فاسمح لي اسمي التفريع ده تفريع اكرم. تمام. لما ننزل الفيديو ان شاء الله هبقى اسميه تفريع اكرم يعني. تمام. طيب سؤال، هي النقله دي ايه فكرتها؟ يعني تبان نقله زي ما يقول لك كده menacing looking move، يعني نقله مخيفه او نقله خطر. لكن في الحقيقه هي ولا نقله خطر ولا حاجه. ليه؟ لان بتسمح لي بنقله قويه جدا بتفجر الموقف، الا وهي، افتكر النقله دي دايما، لسه طبعا يا جماعه ليها فيديو لوحدها ان شاء الله، حتى لو حضرتك شايف اهو في الشارت او في الخريطه فوق، نايت اف 5 ليها فيديو لوحدها. اسمح لي اضرب الوسط على طول بدي 5. ايه ده؟ دلوقتي في احتمالين. تتصور يا مؤمن ان الاحتمال الاكتر الملعوب على الداتابيز هي النقله البلندر، او مش بلندر، نقله وحشه، انه ياكل البيدق ده بالبيدق.
طب ثواني، هو ايه اولا فكره ضربه الوسط بدي 5؟ اول حاجه انا بضعف لك الوسط. تاني حاجه لو انت اكلت فانت بتتخلى عن البيدق اللي حامي الحصان، مش كده يا جماعه؟ فبالتالي لو انت اكلت بيدق في بيدق وهي مش حلوه، الافضل انك تاكل بالوزير، ولكنها مش بتتلعب على الداتابيز، محدش بياكل بالوزير. تمام. لو اكلت فدلوقتي انا باكل منك الحصان. طب ليه مش حلوه؟ انا خدت منك حصان دلوقتي. هتقولي طب ما انا هاخد قصاده الحصان. هقول لك عرفت ليه مش حلوه؟ عشان بكسر وزير في وزير وبتخسر التبييت يا ابني، وبعد كده برجع البدأ بتاعي. فهمنا يا جماعه ليه انك تاكل بدأ في بدأ مش حلوه؟ انت عارف يا جماعه دفعه الدي 5 دي مكسب اسود على الداتابيز 56%. ده جنون يا جدعان. ده ان دل على شيء ما يدلش طبعا ان الشكل ده بيكسب للاسود، لا طبعا هو على الانجن تعادلي او افضليه بسيطه للاسود. لكن ان دل على شيء في عامل مهم يا جماعه في اختيار التفريعات. هو هل الكلام ده سهل على مين اكتر؟ انتوا فاهمين قصدي؟ فكون ان التفريع ده 56% ويننج للاسود، ده معناه ان اللعب للاسود اسهل بكتير. ان الابيض محتاج يكون حافظ وعصر دماغه عشان يطلع البيست موف عشان يتعادل. انتوا فاهمين؟ فاهمين يا جماعه العامل ده؟ وبالتالي دي 5 قويه جدا. اكل بدأ في بدأ وحشه ليه؟ ساب الحصان، شكرا على الحصان. طب اكل، هو خد مني بيضه صح كده؟ انا بكسر الاول زي الوزير، ياكل بالملك، ارجع البدأ بتاعي. الشكل ده احسن بكتير للاسود. 56% مكسب اسود. طيب هو ايه الافكار بتاعتي؟ والله الافكار بتاعتي انا ممكن ابيض طويل كاسلام، لسه هنبقى يعني نتعرض لهذا الموقف كثيرا يعني، تمام؟ في الفيديو بتاعه هلعب نايت على الاي 7 في نايت على الدي 5 واحط حصاني في نص الرقعه، معايا امتياز الفيلين. تمام. هبدا احاول اضغط على البيادق دي بالارخاخ وبالفيله، لسه هنبقى نشوف الافكار بتاعتها يعني، تمام؟ وبالتالي بيست موف يا جماعه انك ما تاكلش بالبيض، تاكل بالوزير. طب وبعدين ما انا بكسر وزير في وزير، ولما تاكل نفس الفكره هتكون تخليت عن الحصان، فانا اقدر اكل الحصان. تاكل الحصان اكل، ونفس الفكره بتاعت بدري، ايه ده شبهها بالظبط، عملنا ترانسبوزيشن. تمام. بيشوب على الدي 3 حبيبي شكرا، اعمل لك بدأ ضعيف، اعمل لك ايزولاني، بدأ معزول. ودلوقتي الفكره بتاعتي ان انا ممكن برضو ابيض طويل، نايت اي 7 نايت دي 5، اطلع بالفيل، اجيب الروك على العمود، والامور بتاعتي كلها بخير. ممكن اطلع اديك كش اصلا وارجع تاني اضغط على البيدق، ابيض طويل واضغط على البيدق المعزول. في عندي تارجت مهم جدا يا جماعه، تكون في تارجت تشتغل عليه. تمام، يعني ده تارجت، هدف تبدا تشتغل عليه، تضغط عليه، تجيب الروك، تجيب الحصان يضغط عليه. فاهمين الفكره يا جدعان؟ فده تارجت هتبدا تضغط عليه وتبدا توقع البيادق تاتا تاتا وتلعب لعب بوزيشنال زي اللي بيلعبوا حرفيا ماجنس كارلسن. هنبقى نتعرض للتفريع ده ان شاء الله في وقته. طيب النقله اللي بعدها هي نقله مش خطيره، نقله ملهاش لازمه، نفس التفريع عادي خالص خالص. اي 5 شفنا دي، شفنا دي، شفنا دي صح كده، شفنا الرجعه دي. طب تمام، شفنا يا جماعه لسه ما شفناش نايت على البي 5 صح؟ شفنا الثلاثه دول. تمام، وشفنا التكسيره. طيب ايه رايك لو رجع على المربع ده اللي هو نايت على الاي 2؟ بتتلعب قليل شويه، مش هتلاقيها كتير صراحه، لا تبان غريبه يعني، مش فاهم ايه لازمتها، ولكنها هنبقى نشرحها كده في يعني ايه، يعني في نص فيديو كده، فيعني فاهمين، هبقى اشرحها مع تفريع تاني ان شاء الله، موجوده برضو في الخريطه فوق، كل الجماعات ده هيتشرح بالتفصيل. طب تكمل ازاي؟ والله السر في البساطه، نايت اف 6 طلع، اطلع بالفيل. حد يقول ايه ده ما طلعتش بالفيل؟ صح، حلوه. والله العظيم بيست، كويسه جدا. بيشوب بي 4، بيشوب بي 4 كويسه، وبيشوب سي 5 كويسه، مع ان بيشوب بي 4 افضل. تمام. بيشوب سي 5 برضه حلوه، ضاغطا على البيدق ده. تمام. يطلع بالحصان بيت، بسيطه والله. طلع بالفيل، ايوه تلعب ايه؟ ايوه دي 6 سهله جدا، تفتح للفيل. خلاص، تبييت خلاص. نايت على الجي 4، ضغط على دي فكره، بالظبط دي فكره انك جيت بالحصان. اتش 3 طردك، وهنا في نقله بريليانت هنبقى نشوفها ان شاء الله، وهنبقى ندرسها بالتفصيل. كوين اتش 4 جامده جدا النقله دي يا جماعه. لو اكل بلندر ليه؟ بتاكل الحصان على حص الربط، هتاكل البيدق، عاوز الوزير، عاوز متات، عاوز الحصان، استحمل الهجوم بقى. تمام، مش بلندر هي الصراحه، تمام؟ يعني لو اكل الحصان بتاعك مش بلندر، بس انت بتاكل على حص الربطه، دي فايده انك طلعت بالفيل هنا مش هنا. فدي فكره من الافكار برضو. تمام، لو انت عاوز تطلع بالفيل هنا وتكسر زي الفل. تمام، ولكن يعني تمام ماشي يعني، الاثنين كويسين جدا يعني، هنبقى نعمل لها ان شاء الله فيديو كامل وهنبقى نفهم الفكره دي بالتفصيل، ولكن برضو بقول لك سريعا تعمل ايه في مثل هذه الامور. نيجي لاخر تفريع عاوزين نبص عليه، واسمح لي اسميه بالتفريع الرخم. ليه؟ لان محدش هيلعب التفريع ده الا وهو دارس كويس بيعمل ايه، ولو مش دارس كويس فبرضه انت بتاخد بوزيشن احسن. لان دي يا جماعه النقله الوحيده، انتوا عارفين يا جماعه لما كنت تلعب الصقلي فبتلاقي فيه تفوق تقريبا 3 من 10 او 4 من 10 للابيض، اللي هو تعادل يعني. ولكن النقله الوحيده اللي بتحافظ على هذا التفوق هي النقله دي.
ايه النقله دي؟ اي 4 سي 5 نايت نايت، ضرب الوسط، اكلت كلاشينكوف. شفنا مين؟ شفنا دي، شفنا دي، شفنا دي، شفنا لو اكل، شفنا لو جه على البي 3. لكن التفريع الرخم هو انه يلعب نايت على البي 5. طيب ليه دي احسن نقله يا جماعه؟ دي احسن نقله لانه مباشره بيطلب منك، او في تهديد يا جماعه قوي جدا. تمام. اللاين ده زي ما حضرتك شايف يعني فوق يا جماعه، تقريبا التفريع بتاع نايت على البي 5 هياخد فيديوهين او ثلاثه. شايفين يا جماعه نايت على البي 5 ومتفرع منها قد ايه؟ لان ده حرفيا اصعب لاين انت ممكن تلعب قصاده. لو انت مش عارف تعمل ايه فانت لازم تكون عارف تعمل ايه كويس. تمام. ولو ابيض مش عارف يعمل ايه فانت برضه بتاخد بوزيشن كويس. تمام. واسوأ الظروف هنوصل لوضع تعادلي. اسوأ الظروف يعني ما تقلقش، ما تقولش ان ده لاين صعب يبقى اخسر، لا خالص طبعا. تمام. الورست كيس سيناريو انك توصل لوضع اصفار بس. انت متخيل؟ طيب ايه الفكره بتاعت اللاين ده يا جدعان؟ فكرته ببساطه ان هو مباشره بيستغل اضعاف نقله الاي 5 وعاوز يديك من هنا كش. طب وايه اللي فيها؟ ما هو الفيل حامي. هقول لك لا، انت فاكر البوكيت ده؟ قلنا البوكيت ده يا جماعه نقطه مهمه جدا في الصقلي. المشكله دلوقتي لو انت لعبت اي نقله تعبانه مثلا زي كده فهو بيديك كش، وبعد ما انت تاكل بياكل بالوزير، منعك من التبييت. خلي بالك يا جماعه من هذا التهديد، ان دلوقتي عاوز يديك كش تاكل بالفيل ياكل بالوزير، ضاغط على البيدق ده ومنعك من التبييت، فانت تضطر تطلع بالوزير، فبيضطر يكسر وتخسر التبييت وتدخل في تشكيله وحشه جدا. الاسود بيبقى وحش جدا. علشان كده البوكيت تعمل له ايه دلوقتي؟ النقله دي كده كده كانت بتتلعب، ولكن دلوقتي بما ان التهديد مباشره انه يجي هنا، فدلوقتي اقفل البوكيت بدي 6 دلوقتي، ودلوقتي فقط. لو اتاخرت عن كده يعني لا تلومن الا نفسك. تمام. هنبقى نشرح التفريع ده بالتفصيل يا جماعه. تمام. طيب دلوقتي انا عاوز اعرفك ان في نقلتين اساسيتين على الداتابيز بتاعت الاساتذه وعلى الداتابيز بتاعت اللعيبه العاديه. مين النقلتين الاساسيتين؟ النقله الاولى هو انه يطلع بالحصان. يطلع الحصان اسمها نايت واحد على السي 3. لان يا جماعه لما يكون في حصانين او قطعتين يقدروا يروحوا على نفس المربع فبنحط مؤشر تاني او حرف تاني. يعني ده اسمه نايت 5 على السي 3، طب ده اسمه نايت واحد على السي 3، صح كده؟ وبالتالي التفريع الاول يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين في الخريطه فوق، ان نايت بي 5 بعد ما نلعب الدي 6 عشان اقفل البوكيت هو عنده تفريعين اساسيين، نايت واحد على السي 3، والتفريع الثاني تفريع الماروكزي. ايه الماروكزي ده؟ الا وهو انه يتحكم في مربع الدي 5 الاول بالسي 4، ودي بنقول عليها يا جماعه ربطه ماروكزي. مسك المربع بتاع الدي 5 وقال لك والله ما انا سايبك. دي التفريع الثاني، وده تقريبا ليه فيديو او هحاول ابقى اعملهم فيديو واحد لسه هبقى اشوف ان شاء الله. تمام. فزي ما حضراتكم شايفين في الخريطه النقلتين الاساسيتين هنا هم نايت واحد على السي 3، ونقله السي 4 بيقولوا عليها ربطه ماروكزي او تفريع الماروكزي. هو مين ماروكزي ده؟ جراند ماستر قديم كان دايما بيحب يلعب بالابيض التشكيله دي. ايه الفكره بتاعته؟ ان هو بيهيمن تماما على مربع الدي 5. طب اشمعنى؟ ما انا قلت لك السر بتاع الكلاشينكوف ان مربع الدي 6 ده بوكيت ومربع الدي 5 ده اوت بوست للابيض. تمام. هنتعلم ازاي نتعامل مع الاثنين. طب تعالى الاول نشوف لو طلع بالحصان هنا. لو طلع بالحصان هنا انت الاول بتطرد الحصان الرخم ده. ليه؟ لانه هو دلوقتي مهددا انه يجي هنا ويكون الحصان ده والحصان ده عاوزين يدوك كش وياخدوا الروك، وبالتالي في تهديد خطير هنا. لو انت اهملته لعبت اي حاجه مثلا نايت على الاف 6 على فكره كويسه، ولكن ممكن يجي يربطك، صح كده؟ يعني نايت اف 6 بتتعرض لربطه وما زال التهديد قائم بتاع انك تلعب يلعب الحصان هنا، عاوز الحصان ده بكش في حمايه الحصان الثاني، يبقى الحصانين واقفين هنا عاوزين كش وياخدوا الروك، صح كده؟ وبالتالي انت لا ما تدخلش في الكلام ده كله، اطرد الحصان الاول A6. بيست موف والنقل اللي بتتلعب دايما هو انه يرجع بالحصان بتاعه هنا، ما عندوش مكان تاني. تمام. ايه الفايده الفعليه اللي انت اخدتها؟ ان حطيت حصان وحش ليه. تمام. بالمناسبه التفريع ده اتلعب من كابتن ادهم فوزي ضد يان بومنشي، وكابتن ادهم فوزي قدر يفوز. حد يا جماعه فاكر الجيم اللي كان في تايتل دي تيوزداي؟ كابتن ادهم فوزي جراند ماستر من اسكندريه يا جماعه. تمام. فاز على يان بومنشي بهذا التفريع. كابتن ادهم فوزي على ما اتذكر كمل الدور ببي 5. ايه ده؟ كان مهدد يلعب بي 4 في المستقبل، ودخل يان بومنشي في تفريعه قويه جدا، وقدر ان كابتن ادهم ان هو يفوز في الاخر. تقريبا طلع بالفيل وطلع بالحصان بهدل الدنيا خالص وحط الحصان على الدي 4 وكانت مدعكه. يعني دلوقتي في تهديد بالبي 4. ده لاين حابين نبقى ندرس اللاين ده هنبقى نشرحه ان شاء الله. ولكن في لاين يعني اكثر صلابه شويه بيلعبوا ماجنس كارلسن على الداتابيز. ايه اللاين ده؟ بيلعبوا ماجنس كارلسن بشكل اساسي، بيلعبوا هيكارو ناكامورا، بيلعبوا راجابوف، بيلعبوا ايفان شوك، بيلعبوا اليكسي شيروف. ايه اللاين ده؟ بيشوب اي 7. بيشوب اي 7
من غير بي 5 لا بيشوب اي 7. طب ثواني، طب ليه انا ما طلعتش بالحصان هنا؟ لان طلعت الحصان هنا بتعرضك للنط على طول، بتعرض لك لبيشوب جي 5، فبيشوب اي 7. على فكره الاثنين كويسين يا جماعه، الاثنين حلوين يعني، مش معناها ان دي حلوه، لا بيشوب اي 7 اقوى مانعا الافكار دي. طب والجيم بيكمل ازاي؟ نايت دي 5 ممكن الفيل، فاكر الفيل ده سيبه حلال عليك، نايت اف 6. بس عايزك تاخد بالك من حاجه، هو دلوقتي لو كسر حصان في حصان، في قاعده مهمه جدا. الحصان ده يا جماعه خد وقت كتير علشان يجي هنا. يعني ايه؟ بص كده، الحصان ده يا جدعان، الحصان ده كان فين؟ كان هنا صح كده، جه كده وجه كده وجه كده، وبعدين الحصان ده عشان يتطور محتاج يجي كده ومحتاج يجي كده. يعني ايه ده؟ يعني الحصان ده التفريع اللي انت دخلته فيه ده اخد سكة طويلة، وعلشان يرجع للدور تاني فالحصان ده محتاج وقت. فانا لو سألتك سؤال بريء براءة الذئب على رأي الدكتور ماشي، لو سألتك سؤال بريء براءة، مين أهم حصان فيهم؟ الحصان اللي على الإيه ولا الحصان اللي على السي؟ هتقول لي طبعا الحصان اللي على السي. ليه؟ لأن ده خد أو قطع مسافة كبيرة ولسه محتاج مسافة كمان علشان يعود إلى المباراة. فأنت مش متضايق إنك تضحي بامتياز الفيلين مقابل الحصان الأقوى. فهمتوا؟ لأن الحصان التاني ملوش لازمة قوي دلوقتي، انت هتقدر تاخد عليه بوزيشن. فاهمين يا جماعه المنطق بتاع الحته دي؟ علشان كده انا مش مهتم امشي بالفيل وبلعب بيست موف على الانجن نايت على الاف 6. ودي النقله اللي بيلعبها كارلسن، ناكامورا، راجابوف، ايفانشوك، الكسي شيروف. تمام، نايت اف 6 وانت مش قلقان. ودي التشكيله اللي هنعملها. تمام، لو كسر تاكل بالفيل عادي خالص، يطلع بالفيل تبيت وامورك كلها بخير. تمام، يعني مثلا بيست موف هنا نايت على السي 4 جاي ضاغط على الكلام. تمام، وهنا هتبيت، هنبقى نشوف التفريعات دي ان شاء الله. تمام، طيب يبقى يا جماعه فهمنا التشكيله دي، اخر مره هعيدها. تمام، التشكيله دي اللي هي مين؟ هسميه التفريع الرخم اللي بيبدا بنايت على البي 5. خلي بالك في تهديد، هو انه ينط هنا وبعد كده ياكل وياكل ويمنعك من التبييت وتدخل في مشاكل. طب وليه؟ اي 6 دي 6 الاول قفلت البوكيت، محمي بالوزير ومحمي بالفيل. يجي بالحصان الثاني، قلنا في تفريعين اساسيين، نايت واحد على السي 3، بص على الخريطه فوق، والتفريع الثاني هو السي 4 بنسميه ربطه ماروكزي او تفريع ماروكزي. تمام، لو لعب نايت واحد على السي اي 6 امشي حصان. يمشي بالحصان. كابتن ادهم فوزي كان محضر نقله البي 5 في بي 4، يعني بي 5 تهديد مباشر، عاوز العب بي 4 دبل على القطعتين دول. ولكن ماجنس وناكامورا والناس دي كلها بيلعبوا بيشوب على الاي 7، الاثنين كويسين جدا. نط بالحصان هنا حبيبي، عاوز تاخد الحصان خده، وندخل في هذه التشكيله. تمام يا جماعه، يبقى ده التشكيله الاساسيه لو لعب نايت على البي 5. وهنا الوضع اصفار يا ولد اصفار، وده يعتبر يعني احسن حاجه ممكن الابيض يعملها، ده حرفيا احسن وضع ممكن الابيض يعمله. تمام، تعالوا نشوف افكار بقى في اللاين ده. تعالوا اوري حضراتكم برضو بعض الافكار لو انت حبيت تلعب يعني بعد الفيديو يعني. تمام، اي 4 سي 5، نايت اف 3، نايت سي 6، اكلت اي 5. قلنا التفريع الرخم هو نايت على البي 5، ده التفريع الوحيد اللي بيحافظ على 2 من 10 او 3 من 10 للابيض. ولكن دي حاجه طبعا مش معناها مكسب خالص، بالعكس يعني ده يعني الاسود موقفه احسن يعني. تمام، دي 6، نايت واحد على السي. قلنا يا جماعه هنا في نقلتين اساسيتين، نايت واحد وسي 5. اي 6 يمشي حصان، نايت على الاي 3، بيشوب اي 7. حابب تلعب بي 5 برضه هنبقى نشرحها ان شاء الله في التفريع بتاعنا. تمام، بيشوب اي 7. لو لعب هنا نايت على السي 4، الناله دي كويسه على فكره، وده مازال بوك موف. ايه الفكره بتاعته؟ جاي ضاغط بزياده على البيدق، والحصان ده عاوز يجي هنا. طيب هنا بقى اللي انا واقفه عاوز نفهم بقى ايه موقف بوزيشن شويه. ايه هي الاماكن المفتاحيه هنا او المربعات المفتاحيه؟ هم المربعين دول. ليه؟ لازم عينيك تبقى تاخد بالك عليهم، لأن رجعة الحصان هنا بتقول إن الحصان ده عاوز يجي على المربع ده، ففي المستقبل يحط نفسه هنا أو هنا ويبقى حصان رخم. يبقى النقلة دي تبان إيه يا عم بيعمل إيه الأبيض؟ لكن لأ، ده وراها تهديد قوي إن الحصان ده عاوز يجي هنا ويستغل المربعين دول المربعين اللي عليهم اللعب في الدور. ده معناه إن المربعين دول أنت المفروض تتحكم فيهم بمين؟ بالفيل الابيض بتاعك. الله، بحيث يعني انت عاوز تجيب الفيل الابيض هنا وكمان تتخلص من الفيل الابيض بتاع الخصم، علشان لما تكسر الحصان ده لو جه هنا او هنا ما يكونش المربعات البيضة ضعيفة ويقدر الخصم يتحكم فيهم. فاهمين يا جماعه الحته دي؟ لو ما فهمهاش هنفهمها بالتفصيل بعدين ان شاء الله. تمام، هنا بي 5 بتقول له امشي، نايت على الاي 3. ايه ده؟ باصص هنا وباصص هنا، نايت على الاف 6 الاول. لو جيت هنا طبعا على طول فانا بكسر، مش حلوه.
لو جيت هنا ففي فيل بيكسر، وبالتالي بيشوب على الدي 3. بيشوب على الدي 3. بدات اقلق ليه؟ بتقول انه عاوز يجي هنا، ولو انا اكلت ياكل بالبيدق، والفيل ده مع البيدق يكونوا مزعجين. تبييت تبييت، لعب عادي. هنا بقى يا جماعه تلعب ايه بالاسود؟ فاكر الخطه؟ هو ايه خطه الاسود الابيض؟ انا اسف، عاوز يجي هنا او هنا ويتحكم في المربعات البيضاء، او يفتح المربعات البيضاء للفيل. طب ما سهله، نايت على البي 4، امشي يا فيل. ايه ده؟ والله لو الفيل مشي هنا خلاص انا بلعب بيشوب على الاي 6 متحكما في المربعات البيضاء، معايا قبضه كويسه على المربعات البيضاء، الحصان والفيل ماسكينه، مش اي مشاكل. تمام. لو انت ما مشيتش ولعبت اي 3، امشي انتوا متخيلين يا جماعه لحد دلوقتي بوك موف، فانا بكسر في حصان في فيل، ولما انت تاكل بلعب بيشوب على الاي 6، برضه تحكمت كويس في المربعات دي، والوضع هنا تعادلي كويس جدا، والاسود مع امتياز الفيلين وضع كويس جدا جدا. اللعب هنا غالبا بيبقى على الكوين سايد مش الكينج سايد. ليه؟ لان انت واخد مساحه بالبي 5، هتجيب الروك على عمود السي، ودي برضه من ضمن التيبيكال ايدياز في الصقلي، هو انك تحط الروك على عمود السي مع الفيل مع الفيل مع الوزير ومع البيادق اللي واخده مساحه، معاك بوزيشن اكثر من ممتاز. تمام. طيب تعالوا نشوف فكره تاني مع بعض. ماشي، نفس التفريع بالظبط، اكل التفريع الرخم. لازم دي 6 يا جماعه الاول، وبعد كده تطرده، ما ينفعش لو طردته على طول بيديك كش زي ما قلنا. ماشي، تطرده يمشي، قلنا في بي 4، ولكن النقله اللي بيحبها ابطال العالم اكتر بيشوب اي 7. جيب الحصان هنا، فاكر، تطرده بالبي 4 وتاخد مساحه على الكوين سايد، يجي هنا تكمل انتشار عادي خالص، تبييت تبييت، تطلع بالحصان هنا علشان تتحدى الفيل الابيض ده. طب افرض هو رجع، تكمل ازاي؟ خلاص بيشوب على الاي 6 عادي، باصص على المربعات دي بحيث ما تجيليش الحصان هنا. طب ولو طردك ترجع هنا عادي. طب ولو جاب الحصان هنا دلوقتي، هقول لك كويس، لو جاب الحصان هنا دلوقتي هو عمل بلندر ليه؟ لانه ساب البدأ ده، شكرا، ومروح وسلم. والله الاسود معاه تفوق واحد، انت خدت منه بيدق بالسوق بالسهوله دي. تمام، فهو بالتالي ما يقدرش يجيب السوق، فاهم؟ فهو ما يقدرش يجيب الحصان هنا. طب لو جيب الحصان الثاني هنا، لو جيب الحصان الثاني هنا نبقى نشوف، لكن لو جيب الحصان ده هنا يا جماعه لا، دي بلندر لانه بيكون ساب البيدق ده، فخلي بالك من التريكس دي. طيب تعالوا نشوف التفريع بقى ايه لو جيب الحصان الثاني، نفس التفريع بالظبط. تمام، دي 6، ماشي، تطرد بيشوب، تاخد مساحه، نفس الفكره، تطلع بالحصان يطلع بالفيل، تبييت تبييت، وتطلع هنا تقول له هات الفيل، يمشي بالفيل، تطلع بالفيل متحكم في المربعات البيضاء، لان قلنا يا جماعه دول هم الكي سكويرز في البوزيشن، الدي 5 والاف 5. تمام، يطردك ترجع. لو قلنا لو جه هنا يا جماعه فانت بتاكل ده. طب لو جه هنا، فهو زي ما جه هنا خلاص انا كمان هاجي هنا، انا عاوز الفيل الابيض بعد اذنك يعني. طب انا مشيت بالفيل الابيض، نايت تكس دي ياكل، برجع بالفيل بتاعي، والشكل ده كويس جدا جدا. يعني هنا يعني معاك بون ستراكشر ديزايرابل، او يعني احسن، يعني البون ستراكشر بتاعك احسن. تمام، هنبقى نفهم برضو ايه افكار الهجوم في الشكل ده، ولكن الاسود هنا احسن بسبب انه معاه هيكل بيدقي افضل بكتير. تمام، المربعات كلها ما عندكش اي اضعافات على المربعات، المربعات كلها ممسوكه بكل البيادق ماسكه المربعات، الفيل متحكم في المربعات، وضع الاسود هنا ممتاز جدا جدا. تمام، عندك ممكن تكمل افكار في المستقبل مثلا باف 5 اف 4، تدخل بالكينج يرك على الجي، شبه الافكار اللي شفناها بدري. ممكن تبدا تلعب على الكوين سايد، يعني ممكن تلعب اف 5 وبعد كده رك على السي 8، بتلعب على الجانبين. حرفيا فيها افكار قويه جدا جدا هنا، هنبقى ندرسها ان شاء الله لما ناخد التفريع ده بالتفصيل. طيب يلا هعمل لك بقى اختبار لما سبق، يعني هي حاجه جديده بس اختبار على فهمك السابق. بص كده، ماشي، التفريع العادي اللي احنا لسه قايلينه اي 5، تحكمت في الوسط، مشيت الحصان، طلعت بالفيل، خدت مساحه، طلعت بالحصان، بيت، تحديت الفيل الابيض، رجع بالفيل، طلعت بالفيل متحكما في المربعين المفتاحيين، طردك، رجعت مكانك. قلنا لو جيب الحصان هنا في البلندر فبيجي بالحصان الثاني، بتيجي انت كمان على اوت بوست، ما هو محدش احسن من حد، بيجي بالفيل بتاعه عشان ما تاكلش الفيل بتاعه، بتكسر حصان في حصان، وبعد ما ياكل لو اكل بالبيضه يا جماعه قلنا خلاص انت بترجع بيشوب على الدي 7. طيب لو اكل بالحصان، هو دلوقتي الفيل بتاعك مش مطلوب. حلو، فكرني كده، هل في فكره شفناها بدري شبه دي؟ ايوه، الفيل الاسود كان ليه تيبيكال سكوير، الا وهو بيشوب جي 5، حطيت الفيل على الوتر الاقوى، ولو هو كسر حبيبي اهلا وسهلا، باكل بالوزير، وانا هنا كاسود اكثر من ممتاز. فهمنا يا جماعه الفكره؟ وبالتالي اهو الافكار بتنتقل لبعضها، فكره بيشوب على الجي 5 اهي، صح كده؟ لا دلوقتي ما تاكلنيش دلوقتي، بيشوب على الجي 5، تاكل بالفيل، اكل بالوزير، وانا معايا بوزيشن ممتاز جدا. تمام، هنبقى نفهم اكتر البوزيشن ده ان شاء الله. يبقى بيشوب جي 5، طب لو ما اكلنيش مثلا وطردني، باكل انا، لو هو اكل برجع نايت على السي 6 وخلاص.
هعمل ايه يعني؟ تمام. يعني دلوقتي التهديد ان انا العب فيل في حصان ياكل بالبيدق، العب نايت على الاي 7 واضغط على البيدق ده التهديد، ان انا اكون عامل لك بيدق واضغط عليه، العب بعد كده مثلا روك اف على الدي واطلع بالوزير هنا، اجيب الروك الثاني على العمود والعب شطرنج عادي. تمام. طيب نيجي يا جماعه لاخر تفريع في المقدمه. طبعا التفريع ده هندرسه بالتفصيل زي ما حضراتكم شفتوا. 5 نايت على البي 5، في منها 6 نايت واحد على السي 3 و6 سي 4. تمام. طيب طبعا باقي التفريعات يا جماعه، كل التفريعات اللي شايفينها دي لسه، انا حرفيا والله دي مقدمه، لسه. تمام. فمحدش يقول طب لو لعب، لو لسه اتقل عليا بس. تمام. اي 4 سي 5، نايت سي 6 دي 4، اكلت كلاشينكوف. التفريع الرخم دي 6، مانعين الافكار مش حلوه دي. احنا شفنا من شويه نايت واحد على السي 3، صح كده؟ طيب فرضا لعب السي 4، ما تسمى بالماروكزي بايندنج او ربطه ماروكزي. هنا عاوز اقول لك على شويه تكات تاخد بالك منها، تكات تشيس. تمام. ايه شويه التكات اللي تاخد بالك منها؟ اني اول حاجه دفعه السي 4 ليها ميزه وليها عيب. ركز في الكلام ده كويس يا جماعه، والله الكلام ده من ذهب. تمام. الناس اللي خرجت من نص الفيديو ولا ما كملتش الفيديو هتندم، لان والله حرفيا لو حد لعب بالابيض تفريع السي 4 وانت ما عرفتش ترد عليه هتتبهدل، لان هو صراحه تفريع قوي جدا. يعني تفريع الماروكزي ده من افضل التفريعات ضد الكلاشينكوف او ضد الصقلي عموما. فانا هقول لك على شويه تكات او تريكات علشان تاخد بوزيشن كويس. ايه التريكات دي؟ اول حاجه تفريع السي 5 ده، او انا اسف السي 4، ايه فكرته؟ ان هو باص على مربع الدي 5. فالفكره بتاعته ببساطه انه عاوز يجيب الحصان كده في كده، صح كده؟ وعايز يرشق لك حصان قوي جدا هنا. دي الفكره. ماشي. فدي الميزه، ده الامتياز بتاعه. الاضعاف اللي عمله اتنين اساسيين. اول اضعاف ان السي 4 اضعفت الوتر ده، صح كده؟ يعني ايه؟ يعني في التفريعات السابقه الوتر ده اللي هو يا جماعه وتر اتش 8 اي 1 كان مقفول. ازاي يعني؟ كان مثلا لو في اي وقت انا فكرت اضغط على الوتر ده، هو كان ممكن يلعب سي 3 والوتر ده اتقفل، صح كده؟ يعني البادئ دي هتكون عامله كده. لكن السي 4 هو ما بقاش دلوقتي عنده السي 3، فالوتر ده بقى ضعيف. ده معناه ان في المستقبل، مش دلوقتي عشان دلوقتي في شويه تكات هقول لك عليها، في المستقبل من ضمن او ما كانش افضل تفريع ضد الماروكزي هو تفريع الفيانكيتو. اول مره نشوف تفريع فيانكيتو في الكلاشينكوف لحد دلوقتي. طب اشمعنى دلوقتي؟ لان السي 4 خلت الوتر ده ضعيف شويه. لكن في التفريعات اللي كانت بدري في اي وقت انا فانكت الفيل كان عنده سي 3 والفيل بتاعي ما بيلعبش. علشان كده الجي 6 بيشوب جي 7 في المستقبل مش دلوقتي. فكره قويه جدا ضد تفريع الماروكزي. ده اولا. ثانيا، انت لازم قبل ما تعمل افكار الجي 6 وتبيت والكلام ده تامن مربع الدي 5 كويس. طيب ازاي؟ لو انا طلعت بالحصان على طول كويسه مش وحشه، ولكن ممكن يجي يربطني وعاوز بعد كده يطلع بالحصان كده في كده. فعلشان كده قبل ما تطلع بالحصان لازم الاول تامن المربع ده. افتكر النقله دي كويس يا جماعه، نقله صعبه بصراحه. بيشوب على الاي 6. ايه ده؟ مانع اي افكار من دي دلوقتي. بحط بريشر على المربع ده. الجيم بيكمل مثلا بيشوب على الدي 3، تطلع بالحصان. لو جه ربطك على فكره مش بتخوف، عادي خالص. لو فكر يجي يربطك بيشوب على الاي 7 وبتكمل انتشار عادي. تبييت جي 6. ماشي يا جماعه؟ فهمنا ليه ما طلعناش؟ يبقى جي 6 دلوقتي يا جماعه فكرتها ايه ببساطه؟ ان انا خلاص الحصان مع الفيل باصين كويس على المربع ده. عايز احط الفيل بتاعي هنا، وفي المستقبل الخطه بتاعتي هي ان انا افتح الدياجونال ده للفيل. تمام. الكلام ده صعب لو انت مش دارسه على فكره، او انت مش عارف ايه اللي انت هتعمله. تمام. يعني الفكره بتاعتي في المستقبل ان انا اجيب الحصان كده والفيل ده هيكون هنا، صح كده؟ فانا ابدا العب اف 5 بدا في بدا اكل بالفيل وادفع الاي 4 وافتح الدايجونال ده كله للفيل. فهمنا يا جماعه الفكره بتاعت التفريع ده؟ نايت مثلا على السي 3 امشي يا حصان، مشي بالحصان مشي بجي 7 عادي. نايت على السي 2 بيحسن مربع الحصان. وهنا برضه من ضمن الافكار بتاعت الابيض انه يجيب الحصان كده في كده ويكونوا الحصانين باصين على مربع الدي 5، لان دي الفكره اصلا بتاعت ربطه ماروكزي. انت بتبيت عادي اتش 3 مثلا منعك انك تيجي تعمل كده. روك سي 8 باجي على العمود. بي 3. شايفين يا جماعه؟ نايت اتش 5. ايه ده؟ بتجهز انك تدفع اف 5. دي الفكره الاساسيه بتاعت اللاين، شبه افكار الكينجز انديان. نايت على الدي 5 طز، خلي الحصان هنا ما بيعملش حاجه. كوين على الاتش 4. ايه فكرتها؟ عاوز ادفع، اكل، اجيب الروك، اهجم. نايت هنا عاوز متات، افكر اضحي. كوين على الاتش 4 فكره قويه جدا جدا. الانجن مرشحها، والنقله دي ليها افكار تضحيات كتيره جدا بتعمل فيها بريليانت
يعني افكار بريليانات قويه جدا جدا. وخلي بالك برضو ان انت معاك الدي 4. تمام. يبقى يا جماعه الفكره الاساسيه بتاعت رابطه ماروكزي ان هي ليها ميزه ان الابيض بيتحكم بشده في مربع الدي 5. العيب الاول بتاعها انها اضعفت الوتر ده. العيب الثاني بتاعها نسيت اقوله انها اضعفت المربع ده. فزي ما الخصم عنده مربع الدي 5 فانت كمان عندك مربع الدي 4 تحط عليه حصانك. مش كده يا جماعه؟ فبالتالي انت دلوقتي مربع الدي 4 بقى اوت بوست. فده العيب الثاني لرابطه ماروكزي. تمام. لكن هي فكره قويه جدا الصراحه، لا انكر هذا يعني. تمام. تعال نشوف افكار منها. مثلا هو يا جماعه فكره من الافكار. تمام. اكلت اكل كلاشينكوف نايت على البي 5 التفريع الرخم. ربطه ماروكزي بيشوب على الاي 6 مهمه جدا افتكرها. يطلع بالفيل هو كمان. تطلع دلوقتي بالحصان يبيت. فكره الجي 6 قويه جدا جدا يا جماعه والله العظيم. على الداتا بيز بتحقق مكاسب جامده جدا للاسود وهي فكره ممتازه ضد الماروكزي. يطلع بالفيل هنا. تمام. دفع يمشي بالحصان تدفع. لو جيب الحصان هنا على فكره في كذا نقله كويسه. يعني لو انت بيت كويس، لو انت اكلت الاول مشيت بالحصان على الاوت بوست. شوف انت كمان اهو معاك مربع قوي وجه هنا وبعد كده بيت كويس. تمام. يجي مثلا يعمل كده تمشي بالحصان. ليه؟ خلاص انت فهمت الفكره يا راجل. تيبيكال ايديا خلاص ضد الماروكزي انك عاوز تفتح للفيل تلعب بالاف 5 كوين على الاتش 4. هي تشكيلات وبتتكرر يا جدعان. نايت على الاي 2 مش مشكله اكسر. طبعا يا جماعه نايت على الاي 2 لازم تكسر. ليه؟ لان هو طالب حصان في حصان ياكل ويبدا يحط ضغط على البيدق ده. تمام. فانت بتكسر ياكل. نايت على السي 5. شايف يا جماعه المربعات اللي معاك للقطع بتاعتك؟ بيشوب على السي 2 اي 5 عاوز تدفع اي 4 تجيب الحصان هنا فاهمين؟ ممكن برضو كوين هنا برضو كويسه تبدا تحط ضغط هنا. ورك على السي هنا كويسه. تمام. ولكن هنا الانجن بيرشح نقله الاي 5 نقله كويسه جدا بحيث ان هو ما يدفعش عليك البي 4 ويطرد هذا الحصان. يعني نقله بروفيلاكتيك. يلعب مثلا الروك بتاعه هنا كوين على البي 6 مثلا. تمام. عاوز مثلا يعني افكار كتير كويسه هنا. كوين على البي 6 كويسه. اظن برضه كوين على الاتش 4 نقله جيده. ايوه بالفعل الانجن مش معترض نقله كويسه جدا. فهنا في كذا فكره. كوين على الاتش 4 كوين على البي 6 عاوز تدفع تجيب الروك. معاك افكار جامده جدا. تمام. لكن اظن انك تدفع وتجيب الروك مش شغاله دلوقتي عشان الفيل اللي واقف. صح كده؟ الفيل اللي واقف هنا منعك انك تدفع نقله الاف 4 وتجيب الروك. تمام. طيب طبعا هنتعمق في هذا اللاين ان شاء الله. طيب تعالى اوريك بقى اخر لاين معانا في الفيديو. طبعا هنرسل اللاينات دي يعني بالتعمق بالعمق والتفصيل ان شاء الله. تمام. اللاين فيه فكره جامده جدا جدا يا جماعه. تمام. بدا حصان كلاشينكوف ماشي. ربطه ماروكزي طلعت بالفيل الاول قلنا مهمه. طلع بالحصان طردته مشي جي 6 فنكت الفيل بتاعك تبيت طلعت بالحصان. نفس التشكيله حرفيا هو كانه سيستم. تمام. تبييت. بص هنا يا جماعه الفكره دي كوين على الدي 2 ماشي. هنا في تيبيكال ايديا ضد الماروكزي مستغله للفيل اللي على الوتر. شفت يا جماعه قوه الفيل دي ممكن تحسها مش باينه لكن بص الفكره نايت على الدي 4. نعم. هي دي مش دي بلندر يا جدعان. مش فيش حصان اكل بالبيدق ياكل. اقول لك ما انت لما تاكل بالوزير انت هتكون جيت في وش الفيل. يعني بص كده يا جماعه بيشوب تيكس. انا طبعا جاي عاوز امتازل فين دلوقتي. بيشوب تيكس ياكل. بص كده الوزير في وش الفيل. شفت الفكره بتاعت التفريع ضد ربط ماروكزي. فانت دلوقتي عندك نقله بحواره. نايت على الاي 5 ايه ده؟ عاوز الوزير بتاعك وعاوز من وراه الحصان. مشيت بالوزير حصان في حصان. ما تقدرش تاكل بالوزير علشان الفيل. شفتوا فايده يا جماعه التفريع ضد الماروكزي؟ فانت مجبر تاكل بالبيدق. يا اخي بالله عليك ده منظر بيادق. انت شايف ده منظر بيادق؟ طب ايه رايك في الفيلين الجبارين دول؟ طب بص الحصان اللي ما بيلعبش. طب بص الفيل اللي ملوش لازمه في الحياه. طب بعد ركع على السي اي ضاغط على ده. عاوز تجيب الوزير بتاعك هنا تضغط على الحصان تضغط على يا نهار ابيض. تفوق 1.5 للاسود رغم ان الابيض كسبان بيدق. انت فاهم ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لازم يا ترجع بيدقك وهيكون معاك بوزيشن افضل يا هتكسب. ملهاش حل ثالث. متفاهمين يا جماعه الفكره؟ طبعا في تفريعات كتير جدا هنا. في تفريعات كتير غير دي. ان شاء الله هنتعمق في التفريعات دي كلها. ولكن زي ما حضراتكم ملاحظين ان كل التفريعات بيترانسبوزوا لبعض يعني بيوصلوا لبعض. التفريعات اللي برشحها دي افضل التفريعات على الداتا بيز افضل التفريعات على الانجن افضل التفريعات اللي مختارها جراند ماسترز. تمام. يعني الفيديو ده خلص ساعه ونص وانا والله يا جماعه ورايا امتحان بعد 10 ايام او بعد اسبوع تقريبا امتحان جراحه. تمام. جراحه جهاز هضمي. فاهمين يعني سايب الامتحانات وبعمل لك حاجه محترمه. تمام. فيديو ساعه ونص والله العظيم يا جماعه لو انا بس عملته بالاجنبي هكسب ملايين من وراه والله ما بهزر يعني. تمام. ولكن يعني طبعا مش خساره فيكم طبعا بالعكس ده انا والله سعيد ان انا بقدم محتوى محترم ونضيف في الوطن العربي.
ودي مقدمه، يعني عادي لو انت ما فهمتش، عادي لو انت ما حفظتش ولا اي حاجه، اعتبره الفيديو ده تسالي، بتسمع بس كده بتاخد فكره. ان شاء الله من بدايه الفيديو الجاي زي ما حضرتك شايف الخريطه اللي احنا عاملينها دي، تمام، اللي عاملينها فوق حاجه كده يعني حاجه محترمه جدا يعني ما شاء الله، تمام. فهنعدي على كل الخريطه دي، كل اللي خدناه يعتبر مقدمه بس تاخد فكره عن اللاينات دي. تقدر تلعب اللاين الكلاشينكوف دلوقتي تقدر، بس ممكن تدخل في تفريعات جانبيه زي السميث مورا زي الالابين، تمام. لكن بنسبه كبيره انك تدخل في الكلاشينكوف يعني ما تقلقش يعني، تمام. ولكن عشان تفهمه اكتر وتتعمق فيه اكتر وتكون خلاص انت يعني زي يقول لك كده اللي هو مين، خلاص اتعودت عليه، فلا استنى ان شاء الله الفيديوهات الجايه، او شوف الفيديو ده مره ثانيه او ثالثه، يعني شوفه مرتين ثلاثه بحيث اللاين يثبت معاك. ساعه ونص ما قلتش اعمل لايك، ما قلتش اعمل سبسكرايب، ومش محتاج اقول صراحه يعني، لاني مش عارف يعني ما اظنش ان في حد هيشوف هذا المجهود وما يفكرش يعمل لايك وسبسكرايب ويشير الفيديوهات يعني، او يشير الفيديو. ما اظنش يعني، لو انت يعني مش شايف المجهود ده فمش عارف الصراحه يعني، تمام. فاتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. مستني راي حضراتكم جميعا في التعليقات. لو حبيت تدعمنا ماديا فممكن عن طريق فودافون كاش. طبعا الدعم المادي يا جماعه دي حاجه اختياريه ولكنها بتفرحنا جدا والله، حتى لو حاجه بسيطه. ممكن عن طريق فودافون كاش، هتلاقي الرقم تحت في الديسكربشن او في الوصف بتاع الفيديو، او عن طريق اللي هو السوبر ثانكس في التعليقات، او سوبر ثانكس اللي جنب علامه الاشتراك لو انت بره مصر مثلا، او تمام. متاح برضه، ممكن في برضه انستا باي على نفس الرقم تحت. لو انت حبيت تدعمنا ماديا فدي حاجه هتساعدنا جدا وتفرحنا جدا والله يعني، تمام. اشكركم جزيلا، شكرا لو انت اتفرجت لحد هنا. اتمنى ان شاء الله تكون بدايه مبشره لكورس جميل. شكرا لحضراتكم، كان معكم اخوكم اسلام حماده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.